السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم شباب سنة رابعة؟ يا رب جميعا تكونوا بخير. النهاردة مع درس جديد في الروماتولوجي، درس في غاية الأهمية. يعني مش هبالغ لو قلت مثلا ده أهم درس في الشابتر. روماتويد أرثرايتس، درس لا يخلو منه أي امتحان. درس لازم نفهم فيه كل كلمة كويس جدا، لأنه هيساعدنا في الدروس الجاية بإذن الله. مش عايز أطول عليكم، يلا بينا. أول حاجة عندنا مقدمة كده مهمة بتشمل أنواع الجوينتس. إيه أنواع المفاصل في جسمنا اللي احنا نعرفها؟ كلام بسيط كده وبالراحة يعني. اول حاجه مفاصل ليفيه فايبرس، زي اللي موجوده في السوتشر بتاعه الكرينيال بتاعنا، اللي هو السكال بتاعتنا. تتوقع المفاصل ديت اللي فيها دنس فايبرس كونكتيف تيشو، نسيج ليفي، تتوقع فيها حركه ضئيله جدا جدا جدا، بيسموها ليها مينيمال رينج اوف موشن. مجال الحركه بتاعها ضعيف جدا 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 جدا، لانها نسيج ليفي، مش طري، مش حاجه سهل الحركه بتاعتها. طيب، تاني نوع معانا هو فايبرو كارتليجنس. يبقى ده فايبرس تيشو ومعاها شويه كارتلج. يبقى دي هتديني حركه، بس برضه مش حركه قوي، بس تديني حركه احسن من اللي قبلها. طب دي موجوده فين؟ اشهر مكان فيه هو الانترفيرتبرال ديسك، الديسك بتاع الظهر بتاعنا. تعالى كده جرب انك توطي مثلا، هتلاقيك بتوطي لدرجه معينه وخلاص، مش هتقدر تقطم ظهرك. مش زي مثلا لما تيجي تتني ايدك كده وتفردها وركبتك والكلام دوت. يبقى ده مفصل اسمه فايبرو كارتليجنس. كذلك نفس المفصل ده موجود في السيمفيس بيوبس، اللي هي ما بين التقاء العظمتين بتوع الحوض. والساكرو إلياك جوينت، الساكرو إلياك جوينت اللي هو ده، اللي هو ده كده الساكرو إلياك جوينت. تمام، برضو ده فايبرو كارتليجنس. الانترفيرتبرال ديسك، يعني كمعلومه انتوا المفروض خدتوها في النيورو في جراحه المخ والاعصاب، لكن احب اقولها برضو تاني للعلم يعني بالشيء. ان انت اللي عندك الطبقه الخارجيه من الديسك هي دي الفايبرو كارتليجنس، هي دي الطبقه الناشفه اللي اسمها ايه؟ اسمها ديسك انيولس. لكن في طبقه في النص كده بتبقى طريه شويه، بيبقى فيها شويه ميه كده حلوين، اللي هي اسمها ايه؟ نيوكليوس بالبوزس، اللي بيحصل لها بلج في حالات الديسك هيرنيشن بهذا الشكل، بتبدا انها تضغط. طب ليه ربنا جعل فيها ميه زياده؟ عشان مع حركه العمود الفقري وضغطه السكال عليه يعمل حاجه اسمها شوك ابزوربشن، يمتص الصدمات. سبحان الله. طيب، تالت مفصل معانا طبعا ده ليميتد رينج اوف موشن، يعني احسن من الفايبرس شويه. تالت مفصل معانا هو الساينوفيال، وده بقى القصه والحكايه اللي احنا هنعيش فيها النهارده ان شاء الله في الروماتويد ارثرايتس. طيب، يعني ايه ساينوفيال؟ يعني مفاصل زلاليه. طب ليه سميت بكده؟ سميت بكده عشان فيها السائل الزلالي اللي هو ساينوفيال فلويد. طب جاي منين السائل الزلالي دوت؟ والله ده بيترشح من الدم. هعيد الكلام ده كله تاني، بس بحب اقول الكلام اكتر من مره. بيترشح من الدم من خلال حاجه اسمها ساينوفيال ممبرين. يعني بسيط، ساينوفيال جوينت، ساينوفيال فلويد، ساينوفيال ممبرين، سهله يعني. طيب، زي ايه الساينوفيال جوينت؟ زي اغلب المفاصل بتاعه الليمبس بتاعتنا، بتاعه اللي هو الاطراف بتاعتنا، دي اغلبها بيكون بهذا الشكل. طيب، ومفاصل اخرى يعني، لكن ده اللي يهمني. الصوره دي بقى عايزين ناخدها كده ونكبرها. لكن قبل ما نكبرها، لو انا سالتك كده تتوقع الرينج اوف موشن، مدى الحركه بتاع الساينوفيال جوينت ايه؟ قبل ما تجاوب جرب يا عم اتحرك اهو، حرك الشولدر بتاعك، حرك ركبتك، حرك اي حاجه، هتلاقيها بتتحرك فول رينج اوف موشن، اللي اسمها لارج رينج اوف موشن. فدي مهمه قوي انها مختلفه عن باقي الجوينت في هذا الشكل. ومهمه ان لو حصل فيها دمج هتؤدي الى ايه؟ خلل في حياه الانسان. ما انا متعود ان انا بعرف احرك ايديا كويس واحرك الشولدر كويس وارفعه واتني ركبتي، لو لا قدر الله حصل خشونه، حصل تكسير، حصل مش عارف ايه، ساعتها الرينج اوف موشن هيتاثر، ودي هتكون شكوى ديسيبل للعيان، يعني بتسبب له اعاقه. طيب، نبدا كده بالساينوفيال جوينت ونبدا نتكلم فيها واحده واحده. الاستراكشر بتاعها ادي الصوره قدامكم اهي. تعالوا بس ايه نبدا نشوف فيها كام حاجه كده على السريع. زي ما انت شايف ده كده سكين اند سبكوتينيوس تيشو، تحتيها حاجه اسمها بيرسا. بيرسا دي هتكلم عليها في الاخر، عباره عن مخدات كده. وادي العظم اهوت، ودي عضله اهيت، وادي التندون، وادي التندون شيث اللي هو الوتر بتاع العضله. وادي الكبسوله بقى بتاعه المفصل، دي اللي تهمني. بس عايزك تبص ان الكبسوله بهذا الشكل نهايتها بيبقى ايه هنا كده؟ بتدخن الكبسوله وتعمل الليجامنت، اللي هو الرباط اللي بيربط العظمتين ببعض. دايما نسمع الرباط اللي بيربط العظمتين ببعض، والوتر اللي بيربط العضله بالعظم، وديك شايفها قدامك. هتلاقي ان الكبسوله من جوه فيها حاجه اسمها ساينوفيوم. ما ده الساينوفيوم ممبرين اللي لسه بنتكلم عليه، يبقى ده مهم، هنحتاج نعرف عنه كلام شويه. الفايبرو كارتليجبات دي سيبكم منها. الجوينت سبيس دي المسافه اللي بتكون فاصله ما بين العظم عشان العظم يعرف يتحرك. طب لو المسافه دي قلت، العظم مش هيعرف يتحرك كويس خالص ويبدا يحك في بعضه. طيب، وعندك الارتيكولار كارتليج اللي هنا اللي بيغطي نهايات العظم، والنوع الهايلاين، عشان في انواع تانية بتبقى ناشفه، لا ده نوع مش ناشف، بيبقى طري شويه. طيب، هنتكلم عنه بالتفصيل ان شاء الله في الاوستي ارثرايتس، لكن هاخد عنه كلمتين النهارده. نبدا اول حاجه بالهايلاين ارتيكولار كارتليج. الارتيكولار كارتليج دوت بيمتاز ان هو افاسكولار. يعني ايه افاسكولار؟ يعني ما فيهوش بلاد فيسل.
طب انا استفدت ايه بهذه المعلومه؟ استفدت منها معلومه هعرفها في الاوستي ارثرايتس ان شاء الله، معلومه رائعه، ان هو بيقوم بدور معين، ان هو يمتص الصدمات عن طريق ان محتواه من الماء بيكون زياده، بيكون كويس. تمام، هنفهمها ان شاء الله هناك، مش عايزين نشغل بالنا بيها. لكن الحاجه التانيه اللي عايزك تفهمها، طالما هو افاسكولار معناها ايه؟ معناها لو اتكسر مش هيعرف يتعوض، ما هو مش جاي له اصلا سبلاي، فمش هيعرف يعمل هيلينج كويس. طب تقول لي يعني بياخد النيوتريشن منين، ولا بيموت ولا ايه؟ لا، هو في سيلز فبالتالي بياخد نيوتريشن، الكوندروسايت احنا عارفينها. طب بياخد النيوتريشن من ايه؟ طالما انا ما عنديش بلاد فيزل ببدا اخد نيوتريشن باي ديفيوجن، بالانتشار من السوائل، عشان كده المحتوى الماء بتاعه بيكون عالي شويه، لان لازم يبقى في ميه حواليه كده وميه جواه وحوالين السيلز عشان اعرف امتص منها النيوتريانت والاكسجين والحاجات ديت. طيب دي اول حاجه، ان هو ايه؟ افاسكولار، دي مهمه، افاسكولار. الحاجه الثانيه ان الكارتريج عباره عن طوب واسمنت، طوب واسمنت. الطوب هو السيلز والاسمنت هو الماتريكس، الطوب هو السيلز والاسمنت هو الماتريكس. مين اللي بيصنع لي الماتريكس دوت؟ السيلز، اللي بيصنع الماتريكس هو السيلز. طب تخيل كده معايا، لو انا ببني حيطه مثلا على قد الترابيزه اللي قدامي دي، ببني حيطه على قدها، حلو، المفروض مثلا محتاج عدد كذا طوبه ومحتاج كميه معينه من الاسمنت. تخيل كده لو انا حطيت اسمنت كتير قوي 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 ونفس عدد الطوب، بس اسمنت كتير خالص، قلت عشان يبقى يعني قوي ولا حاجه، هلاقي ان انا تعديت الحدود المسموح بيها وخرجت بره الترابيزه، فبالتالي فشلت. وفي نفس الوقت لو حطيت اسمنت قليل هبقى في اقل من مساحه الترابيزه، فبرضه هكون فشلت في الهدف بتاعي. فبالتالي الماتريكس دوت المفروض ان ربنا جاعل فيه توازن في عمليه تصنيعه وعمليه تكسيره، في توازن ما بينهم. طيب تصنيعه فهمناها من السيلز، طب تكسيره ربنا جاعل انزيمز بتطلع من الساينوفيال ممبرين، من انواع معينه في الخلايا هناك هنعرفها اسمها فايبروبلاست، بتبدا ان هي تكسر الماتريكس عشان تعمل فيه عمليه تيرن اوفر، اللي هو عمليه تحلل وتجديد، عمليه تحلل وتجديد. طيب دي مهمه قوي. لو جه مرض زود شغل الانزيمز ديت، ايه اللي هيحصل؟ الماتريكس هيتكسر والكارتلج هيتكسر ويحصل له حاجه اسمها ايروجن اللي هو اتكسر الكارتلج، يعني حصل الكارتلج ديستراكشن او كارتلج بريك داون. نرجع تاني لرسمه الساينوفيال جوينت، احنا اتكلمنا خلاص على الهايلاين ارتيكولار كارتلج، عايزين نتكلم بقى على الكبسول والساينوفيوم الاثنين سوا. الكبسول والساينوفيوم هم حاجه واحده، بس ركز معايا. نبدا اول حاجه بالكبسول، الكبسوله بتاعه المفصل. الكبسول ده عباره عن فايبرس تيشو غني جدا، ركز بقى في دي، بالنيرفات والبلاد فيزل والليمفاتيك. غني جدا بمين؟ نيرفات وفيزل وليمفاتيك. طب ما هو بالعقل والمنطق كده لما انا افكر، يعني طالما انا رحت لمكان معين وحطيت فيه فيزل كتير وليمفاتيك كتير، يبقى معناها ان انا عايز اعمل تنقيه في هذا المكان، اضمن ان انا المكان ده اوصل له دم كويس عشان التغذيه بتاعته وعشان هيرشح حاجه من الدم، وكمان اضمن ان انا باخد منه ليمفاتيك كويس فمش هجمع جواه سوائل زياده، فدي حاجه كويسه. طيب الحاجه الثانيه ان فيه غني بالنيرف، معناها لو حصل ستريتش للكبسول ديت واريتيشن للكبسول دي هتعمل الم شديد، وده الالم بتاع المفاصل، ربنا يعافينا يا رب جميعا. طيب الكبسول بقى ليها انر لاير واوتر لاير، الانر لاير او الانر سيرفيس بتاع الكبسول اسمه ساينوفيال ممبرين، هو ده اللي احنا عايزين نتكلم عليه. الساينوفيال ممبرين ده بيتكون من نوعين من الخلايا، طيب ايه؟ ودي اسمها ماكروفيج. خلي بالك المونوسايت اللي هي الخلايا الاحاديه ديت بتمشي في الدم وتبدا ان هي تروح، بعضها بيسكن التيشوز، اللي يسكن الليفر واللي يسكن مش عارف اللنج واللي يسكن مش عارف فين، من ضمنها بعضها بيسكن في الساينوفيال ممبرين ويعيش فيها، اسمها ريزيدنت ماكروفيج. حلو، اسمها ايه؟ ريزيدنت ماكروفيج. طبعا مسؤوله عن انها تخلص المفصل من اي مثلا جسم غريب، من اي جزء مش عايزه، الكلام دوت، فتوفر له حمايه، دي الوظيفه بتاعتها. طيب مهمه جدا جدا جدا. خلي بالك انا كل كلمه بقولها في الحصه النهارده كلمه ليها ثمن، كلمه انت لما تيجي تذاكر الدرس هتقول الله يكرمك يا دكتور انت فعلا فهمتنا الدنيا ماشيه ازاي. فرجاء مش تستهون باي حاجه انا كاتبها، مش تقول ايه دي حاجات زياده، لا، افهمها كويس جدا، هنحتاجها وانت اللي هترتاح فيها بعد كده. طيب النوع الثاني من الخلايا اسمه فايبروبلاست لايك، اهي مغزليه الشكل، مغزليه دي اللي هي شكل الفايبروبلاست. طب احنا عارفين الفايبروبلاست ديت بتطلع مواد وتبدا ممكن انها تعمل فايبروزس، يعني بتساعد برضه في عمليه البناء. لكن الصراحه الفايبروبلاست هنا ليها دور فعال جدا جدا جدا، عن طريق ان هي بتعمل ايه؟ فاكرين لما قلت ان المكان ده غني بالبلاد فيزل؟ فبيبدا ان هي ترشح من البلاد فيزل ساينوفيال فلويد، تعمل كده، ترشح منه ايه؟ ساينوفيال فلويد اللي بيملى الجوينت سبيس. السائل ده المفروض ان هو بيكون لازق شويه، مش لازق قوي بس لازق شويه، بيشتغل كاللابريكانت، اللابريكانت اللي هو ايه؟ ملين كده، سائل زلالي، يعني عارف انت اكن ايه لما اقول لك زيت المفصل ده، او زيت مثلا المفصله دي بتاعه الباب، هي نفس الفكره دي.
بس مش هو ده الوظيفه الوحيده. الوظيفه الثانيه بتاعته ان هو السائل ده بيحتوي على النيوتريانت والاكسجين عشان يوصلها للكارتلج، هيساعد برضو الكارتلج في التغذيه ويوصلها للساينوفيال ممبرين برضو. فليه ادوار مختلفه. الساينوفيال فلويد ده مهم جدا، وهو عباره عن ايه؟ الترا فلتريت من البلازما، بيخرج من البلازما، منطقي ماشي، لانه ترشيح منها يعني عن طريق ان الممبرين دوت اللي هو الساينوفيال ممبرين بيشتغل زي الكليه. فاكرين الكليه كده الجلوميريولاس لما كنا بنقول سيمي سيلكتيف بارير؟ هو نفس الفكره بالظبط، مفيش فرق. نرجع كده للجزء المفصل بتاعنا ده، والصراحه عايز اتكلم على حاجه اسمها البرسا. انا يعني الجزء ده ممكن بره الدرس بتاعنا، لكنها حاجه يعني فيها حكمه عظيمه يعني سبحان الله. البرسا دي عباره عن ايه؟ عباره عن مخده، كيس ربنا خلقه جواه شويه ساينوفيال فلويد. وطبيعي طالما في ساينوفيال فلويد يبقى اكيد متبطن بيه ساينوفيال ممبرين. ما الساينوفيال فلويد هيجي منين؟ محتاج ساينوفيال ممبرين. هتلاحظ ان ربنا سبحانه وتعالى، شوف بقى حكمه ربنا سبحانه وتعالى، حطه ما بين العظم والسكين والسبكوتينيوس تيشو، وحطه ما بين العظم وما بين المصل. عشان يضمن ايه؟ سبحان الله، عشان يضمن ان الحركه تكون في اكتر طريقه، او يعني الحركه تحصل باكتر طريقه سموث ممكنه، باكتر طريقه سهله وناعمه. تخيل معايا كده لو انت بتتحرك حاسس بعضلاتك عماله تحك في عظمك، احساس يضايق. ومع كثره الحركه لو انت بتبذل مجهود بقى، مثلا بتطلع مش عارف جبل ولا بتجري ولا ممكن الحركه والتروما ديت تعمل مايكرو تروما صغيره وتاثر عليها. فشوف سبحان الله، ربنا خلق مخدات، ربنا خلق مخدات. شوف الرفاهيه اللي ربنا عاملها في جسمنا سبحان الله. خلق مخدات عشان بس ايه؟ يضمن ان مفيش احتكاك. طب ده ناخد منه ايه؟ ناخد منه ان ربنا سبحانه وتعالى اتقن الخلق بتاعه سبحانه وتعالى. طبعا ربنا خلقه كامل، بس ربنا سبحانه وتعالى لما قال في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. طيب، ولما قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. إن ربنا رحيم فعايزنا نرحم، ربنا عادل فعايزنا نعدل. فكذلك ربنا سبحانه وتعالى أتقن الخلق بتاعه عشان يعلمنا إيه؟ يعلمنا إن واحد لما يعمل عمل يتقنه. لما تيجي تذاكر اتقن المذاكره بتاعتك. تقول ليه اتقن المذاكره بتاعتي؟ مش بس عشان حاجه دنيويه، لا، عشان ارضي ربنا سبحانه وتعالى، عشان امتثل لربنا سبحانه وتعالى. كان الشيخ وجدان العالي يقول لك ايه؟ يقول لك ان في ناس من عباد الله هتخش على ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامه من اسم من اسمائه. واحد مثلا هيتعلق باسم الله الغفور، اصل هو كان بيغفر لكل الناس اللي بتقابله، اي حد بيسأله بيغفر له. واحد من اسم الله الودود، اصل هو كان بيجبر بخاطر الناس وودود معاهم. فانت كذلك خلي كده ايه، قول يا رب انا لما اجي لك يا رب واقابلك هقول يا رب انا اتقنت العمل، لانك سبحانك علمتنا الاتقان في الاشياء اللي حوالينا. سبحان الله. دي بس ايه حاجه يعني ايه على جنب كده، لان لازم ان احنا نربط الحاجات اللي بنشوفها بحياتنا العمليه. طيب، ده كده بالنسبه للساينوفيال جوينت ستراكشر. هتكلم بقى على الروماتويد ارثرايتس. والحقيقه يعني انا بحب جدا 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 الترمينولوجي، وانتوا لاحظتوا ده في دراستنا السابقه سوا. عايز افهم كده، هم قالوا روماتويد ارثرايتس. طب ارثرايتس هو مفهومه، يعني ايه مفهومه؟ يعني انفلاميشن. طيب مفهوم. طب ايه روماتويد ده؟ تعال نكسرها. اويد يعني شبيه، صح، بكتيريويد، اويد يعني شبيه. طيب روما ده ايه؟ قال لك روما ده كلمه يونانيه الاصل، معناها ديسشارج، افراز. زمان لما وصف المرض ده، الكلام ده في القرن ال19 حوالي 1859، دي فقره معلومات عامه يعني، كانوا بيعتقدوا ان الامراض اصلا بتحصل نتيجه خلل في حركه الميه في جسمنا او في حركه سوائل جسمنا. يعني ده كان الاعتقاد، والعلم وقتها وصل لكده. فالمهم ايه؟ قال لك روم اللي هو ديسشارج، فبالتالي المرض دوت حصل نتيجه خلل في الديسشارج او في الفلو اللي في الدم او الفلو اللي في البادي فلويد. مش بس كده، تقول لي طب اويد دي معناها ايه؟ كان في حاجه زمان كده، لو انت سالت اي حد من اهلك فلان عنده روماتيزم، يعني ايه روماتيزم؟ يقول لك اصل الروماتيزم ده وجع العضلات. كان زمان اي حد عضلاته توجعه، عظمه يوجعه، مفاصله توجعه، يقول لك اصل عندي روماتيزم. فالروماتيزم دي كانت كلمه عامه، هي هيستوريكال، ما ينفعش انك تستخدمها تاني، بس بقول لك زمان كانت كده. فهم كانوا يعرفوا ان في حاجه اسمها روماتيزم، فقال لك ده المرض اللي بيصيب المفاصل ويتعبها. احنا شفنا ده ناس عندهم ديفورميتي في المفاصل وخلل في المفاصل، يبقى المرض اللي شبه الروماتيزم روماتويد ارثرايتس. دي يعني ايه معلومه كده على السريع على سبب التسميه. يلا بينا نشوف التعريف بتاعنا. روماتويد ارثرايتس، التعريف بتاعه بيقول لك ايه؟ والله الروماتويد ارثرايتس ده اوتو اميون ديزيز. طبعا انا هحتاج رسمه الهيكل دي دلوقتي. هو اوتو اميون ديزيز. طب بعقلك وبمنطقك كده، مرض مناعي، تتوقع انه مرض اكيوت ولا كرونيك؟ اكيد 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 كرونيك. طب ليه يا باشا كرونيك؟ السؤال ده كنت سالته قبل كده لناس زمايلكم يعني. ليه المرض المناعي لازم يبقى كرونيك؟
طبيعي لازم يبقى كرونيك. ليه؟ لانه بيهاجم السيلف انتيجين، بيهاجم جسمك. طب ما انت جسمك دايما موجود الا بقى لو اتكلت على الله مثلا، فهو مرض كرونيك. طيب المرض المناعي معروف انه مش بيصيب تشو واحد، لا ده خلل في المناعه، يعني هيضرب في اي حته، هيلوش في اي حته، يبقى ده سيستميك ديزيز. لكن الروماتويد ارثرايتس بتاعنا، وكل مرض لازم تعرف الكلام ده، اي مرض مناعي بيبقى سيستميك، لكن بيحب حاجه معينه. الروماتويد ده بيحب ايه يا ترى؟ بيحب الارثرايتس. طب بيحب انهي نوع من المفاصل؟ ايوه بيحب الساينوفيال جوينت. يبقى عشان كده احنا اتكلمنا على الساينوفيال جوينت، ولسه هتفهموا الكلام ده لما نيجي نقوله ان شاء الله. وطالما هو سيستميك يبقى اكيد بياخد المفاصل في الناحيتين وزي بعض، دي حاجه اساسيه. بايلاترال اند سيمتريكال، دي حاجه مميزه جدا واساسيه، هول مارك اساسيه، سيمتريك اند بايلاترال. طب بيحب مين بقى في الساينوفيال جوينت؟ ده انا عندي ساينوفيال جوينت كتيره يا راجل، ده انا عندي في القلب، وعندي في الريست، وعندي في صابع ايديا، وعندي المفاصل الصغيره اللي هنا، وعندي في الانكل، وعندي في الني، عندي حاجات كتيره اللهم بارك. بحب ايه بقى انا كروماتويد؟ قال لك والله بحب المفاصل الصغيره، السمول جوينتس. طب ليه بحب المفاصل الصغيره؟ سبحان الله، حتى دي فيها حاجه هنقولها ان شاء الله، بس مش دلوقتي، هنحتاج نفهمها قدام يعني، لكن خليها في بالك كده، حط نوت على جنب، اكتب ليه الروماتويد ارثرايتس بيحب المفاصل الصغيره. بفضل الله هفهمك ليه بيحب المفاصل الصغيره باذن الله. زي ايه المفاصل الصغيره اهي؟ يعني مفاصل الايد والريست، مفاصل الفيت، مش معاها الانكل بالنسبه لنا يعتبر مفصل كبير. طيب اخر حاجه بقى، هي مش موجوده عندك في الكتاب بس لازم تضيفها، الروماتويد ارثرايتس ده بيعمل ايه في المفصل؟ بيكسر المفصل، بيعمل فيه ايروجن، يبقى ده بيعمل فيه ايروسيف ارثرايتس. الكلمه دي مهمه، مهمه جدا، عشان هنفرقه ان شاء الله على السيستميك لوبس الحصه الجايه، هقول لك بيعمل نون ايروسيف ارثرايتس. وطالما بيعمل ايروجن وايروسيف يعني بيكسر المفصل، فبالتالي هيغير شكل المفصل، فيعمل فيه ديفورميتي ويؤدي الى اعاقه، لاني مش هقدر استخدم المفصل المعاق دوت اللي مش شغال، اللي شكله بقى صعب قوي، اللي بيوجعني جدا، مش هقدر استخدمه، فيبقى عندي ديسابيليتي اند ديفورميتي، يبقى ايروسيف وذ 2 دي. كده احنا خلصنا الديفينيشن. وطبعا كاي مرض مناعي قلناها في الجنرال فيتشر بتاعه الاوتو اميون ديزيز في حصه المقدمه. اتوقع لو قلت لك مثلا الانست بتاع المرض دوت ماشي ازاي، او قلت لك مثلا بيجي في ستات ولا رجاله، هتقول لي اكيد بيجي في ستات اكتر، 3 لواحد، لكن في مصر عندنا هنا يعتبر النسبه ممكن تبقى اعلى من كده كمان، يعني ممكن تبقى تعدي النسبه ديت، توصل مثلا 5.4 الى 1 الفيميل تو ميل ريشيو. بيصيب 1 ل 2% من العالم. خلي بالك ان ده الموست كومن كوز اوف كرونيك انفلاماتوري جوينت ديزيز. دي جمل صغيره كده مش هتلاقيها مكتوبه اغلبها، يعني زي حته الجمله اللي انا قلتها دي، معلوماتك العامه، كلام ما بتتسالش فيه اصلا. الايج بيجي فين؟ في الميدل ايج، في السن المتوسط. طب ممكن يجي لواحد صغير، هنتكلم عنه ان شاء الله في حصه جايه، وهو جوفينايل ايديوباثيك ارثرايتس او جوفينايل روماتويد ارثرايتس، هنعرفه ان شاء الله تحت 16 سنه. ممكن يجي في الناس الاكبر سنا، فوق ال50 وفوق ال60. الحقيقه الكتاب كاتب ايه؟ يقول لك ان ده الالدرلي روماتويد ارثرايتس ده مور بناين كورس. الجمله دي مش دقيقه، يعني هذه الجمله ليست دقيقه. الحقيقه ان هو ممكن يبقى مور سيفير كورس. ليه؟ خلي بالك ان انا مثلا لو واحد جاله روماتويد، والروماتويد ده اتفقنا بيصيب اجزاء في الجسم كتيره مش بس المفاصل، تمام، جاي وهو قلبه اصلا مضروب والرئه تعبانه والكبد رايح في داهيه، فيخش يفرتكه، وممكن يخش بالراحه. فالجمله اللي هو الكتاب كاتبها مش مضطرده، لا ممكن يجي في الكبار ويبقى صعب جدا ويجي باكيوت اونست وبهدله، يعني ربنا يعافينا يا رب. طيب ده كده بالنسبه للكلام اللي موجود في الكتاب. عايزين بقى نتكلم على الايتيولوجي. انا دلوقتي هبدا اشرح لكم الايتيولوجي والباثوجينيسيس. مش عايز حد يبص في الكتاب نهائي، محدش يفتح الكتاب خالص، ورقه وقلم واكتب معايا الكلام اللي انا هقوله دوت. صدقني لو كتبت ورايا ورسمت ورايا بايدك، عايزك انت اللي بايدك تعمل الكلام دوت، مش هنزل لك ورق جاهز، لا عايزك انت اللي بايدك تعمل الكلام ده. ان شاء الله هننزل ملخصات الدروس، لكن عايزك دلوقتي انت اللي تعمله بايدك. ليه بقى؟ عشان يثبت. لو اتقنت الحته دي معايا، هي حته فيها تفاصيل، وهتقول ايه يا دكتور ده انا شايف في الكتاب مش فيه الكلام دوت، يا دكتور انت بتزود ليه الكلام دوت، لا هتعرف ان الكلام ده دقيق جدا ومهم جدا. فيا ريت، انا بقول اهو بكرر، اقفل الكتاب وهات ورقه وقلم كده واقعد ارسم ورايا، وهتدعي لي في الاخر. يلا بينا. لما اجي اتكلم بقى على الايتيولوجي، العلماء في الاوتو اميون ديزيز ديت دايما لما تتسال على الايتيولوجي يقول ايه؟ انون، غير معروف. هو فعلا غير معروف، محدش وصل لحاجه، لكن بداوا يحطوا نظريات. انا بقى عايزك تبدا تفكر زيهم، مش تقعد بس تقرا الكلام، لا، عايزك تعرف هم فكروا ليه اصلا في النظريات ديت. هم جابوا 2، ساميه مثلا وفتحيه. حلو، ساميه وفتحيه ماشي، اسماء حلو. لقوا ان ساميه جالها روماتويد ارثرايتس، فتحيه ما جالهاش روماتويد ارثرايتس. فقعدوا يسالوا هو ايه اللي مختلف في ساميه خلاها يجي لها روماتويد ارثرايتس؟ ليه ما كانتش زي فتحيه؟ ليه مش الاثنين جالهم؟ فمن هنا جاءت الاسئله. فبداوا يمسكوا بقى ساميه واحده واحده ويسالوها كده شويه اسئله. قالوا لها تعالي يا ساميه عايزين نسالك شويه اسئله. قالت لهم ماشي تعالي.
قال لها يا ساميه المرض اللي جالك دوت بالاعراض اللي احنا لسه مش عارفين عنها حاجه، المهم ان في شويه ارثرايتس، قلنا ان احنا ده بالنسبه لنا روماتويد ارثرايتس. هل في حد من عيلتك اشتكى منه؟ ساميه قعدت تفكر كده وقالت تصدق امي الله يرحمها كانت بتشتكي منه، بس كانت بتقول يعني عادي وهو شويه وجع ومش عارف ايه وخلاص، بس كانت ايديها شكلها صعب خالص. يبقى امها كان عندها المرض ده نفسه. فبداوا يشكوا ان المرض ده في عامل وراثي، في عامل جينيتك فاكتور، في عامل جينيتك فاكتور. استدلوا بيه من خلال ايه؟ من خلال نسبه زياده حدوث المرض في الفيرست ديجري ريلاتيف، اللي هو الاقارب من الدرجه الاولى، يعني الام والاب والاخوات. تمام، الزوجه مش اقارب من الدرجه الاولى في النقطه دي طبعا يعني. المهم، ده بالنسبه للاستدلال الاول. الاستدلال الثاني اللي استدلوا بيه في الجينيتك ان هم جابوا التوائم اللي واحد فيهم جاله روماتويد ارثرايتس، وشافوا هل التوأم بتاعه جاله روماتويد ارثرايتس برضه ولا لا، وبداوا يعملوا نسبه. لقوا، ركز في ده، ان المونوزايجوتيك توينز. يعني ايه مونوزايجوتيك توينز؟ عندنا الزايجوت اللي هو الخليه البويضه لما الحيوان المنوي خصبها كونوا زايجوت. لو هما واحد بعد كده بينفصلوا، ده بيسميها، يعني هما كانوا في الاساس واحد زيجوت واحد وانفصلوا، بيسميها مونوزايجوتيك، اللي بنسموها يعني ايه التوائم المتماثله. لقوا ان لو واحد جاله روماتويد التاني بيجيله بنسبه 15%. طب ماشي، نسبه عاديه مش تثبت برضه. قال لك لا، اللي يثبت العكس بقى. جابوا الداي زايجوتيك توينز اللي كل واحد فيهم جاي من زيجوت مختلف، بويضه مختلفه. واحده مثلا المبيض طلع في الشهر دوت بويضتين، ودخل خصبهم السبرمات في الشهر دوت وحملت، بس كان داي زايجوتيك، توائم غير متماثله. لقوا ان النسبه بتبقى من 2 ل 3% فقط. فقال لك يبقى في حاجه خلت المونوزايجوتيك نسبتهم اعلى، لان هم بيبقى ما بينهم ارتباط جينيتك اكتر. طيب يبقى دي الدلائل بتاعتي اللي خلتنا نستدل ان المرض ده له علاقه بالجينيتك. طيب خلي بالك ان في اكتر من 100 خلل جيني تم معرفته في الروماتويد ارثرايتس، متهمين ان دول ليهم علاقه بالروماتويد ارثرايتس، لكن في واحد منهم هو الاهم. لكن قبل ما اقوله لك محتاج احكي لك حكايه بسيطه عايزك تفهمها معايا، لانها حكايه مهمه جدا جدا جدا، بعيدا عن التعقيد. انا ما بحبش التعقيد خالص. عندنا حاجه اسمها الهلا، هيومن ليكوسيتيك انتيجين. الهلا ده عباره عن ايه؟ الهلا ده مجموعه جينات، حلو، مجموعه جينات موجوده على الكروموسوم رقم 6. جميل، مفيش مشكله. لكن الهلا بالنسبه لكل خليه هي البطاقه التعريفيه، الاي دي بتاعها. ليه؟ كل يوم الصبح كده الخلايا المناعيه بتاعتنا بتبدا ان هي تلف على بروتينات الجسم وخلايا الجسم، تستفتح كده وترش ميه والحاجات ديت. المهم وهي بتلف كده عماله تلف تلف، تروح لكل بروتين تبص له، يا بروتين هو انت تبعي ولا لا؟ هو انت سيلف انتيجين ولا نون سيلف انتيجين؟ ما ممكن تكون بكتيريا وبتضحكي عليا. فاسال، تقول له طلع لي الاي دي، وتهدد اطلع لك السيف بتاعي، تقوم جايه هي لا اهو الاي دي انا سيلف انتيجين، خلاص زي الفل، تضحك لها وتقول خلاص يا عم براءه انت تبعي. تلف 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 الخلايا المناعيه اللي زي ديت اللي اسمها دندريتك سيل، اللي هي ليها اسم تاني انتيجين بريزنتنج سيل. المفروض لو هي لقت مثلا كائن غريب بتبدا انها تبتلعه وتكسره وتطلع الانتيجين بتاعه وتعرضه على السطح بتاعها عشان تبدا تاكتيف المناعه، عشان يبدا يحصل استجابه مناعيه ضد الانتيجين ده. الكلام ده انتوا عارفينه من المناعه يعني، كلام بسيط خالص. تلف 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 تعدي على بروتين شكله غريب وعرقان كده ومقلق، يبقى ده وراه حاجه اكيد. تعدي، بطاقتك التعريفيه، طلع البطاقه التعريفيه. ما عنديش والله بطاقه تعريفيه، انا نون سيلف انتيجين. اجري بقى، لا ده انا هجري وراك. وتقعد تجري وتجري وراه ويجروا ويجروا وراه. في الاخر ايه اللي هيحصل؟ الدندريتك سيلز دي او الانتيجين بريزنتنج سيلز عامه، سواء دندريتك او بيتا سيل او غيرهم، بيبداوا ان هم يكسروا الكائن ده ويطلعوا منه انتيجين او جزء منه يعرضوه على السطح بتاعهم. بيعرضوه على الهلا بتاعهم. الهلا بتاع مين؟ الهلا بتاع الخلايا المناعيه ديت. تاني، بيعرضوه على الهلا بتاع الخلايا المناعيه ديت، ويمشوا يمشوا يمشوا يدوروا على التي سيلز ويروحوا يرتبطوا بيها ويبدا يحصل استجابه مناعيه. طيب الطبيعي ان ربنا سبحانه وتعالى جعل الهلا اللي على الخلايا المناعيه دوت بيبقى يعني ليه تنظيم كده، اللي هو يعني ايه؟ والله انا مثلا في مشكله هنا، في انتيجينات هنا كتير، خلاص يبقى انا ههاجم المكان دوت، مش ههاجم الجسم كله. طب خلصت الانتيجينات ديت ودمرت الكائن اللي انا شاكك فيه، خلاص هوقف الاستجابه المناعيه. المشكله بقى اللي بتحصل ان بيحصل خلل في الهلا بتاع الاميون سيلز. ده اهم خلل جيني مرتبط، واقوى خلل جيني مرتبط بالروماتويد ارثرايتس. حلو، اسمه ايه؟ اسمه هلا دي ار. دي ار اللي هو الديث ريسبتور، اللي هو الريسبتور الموجود على الخلايا المناعيه زي الانتيجين بريزنتنج سيلز اللي هي الدندريتك سيلز يعني. حلو، فتتحول الخلايا ديت من خليه عاقله بتدور لمصلحه الجسم الى خليه مجنونه مش عاوزه كده، عايزه ايه؟ عايزه اشتغل، في ايدها الصاروخ مستنيه بس ايه؟ مستنيه تتحفز.
احكي لك حاجه بسيطه. لما تمشي في الشارع كده ويبقى في واحد مثلا قاعد، معروف ان الفلان دوت على قده، مخه على قده، يقول لك ده أصل مخه على قده شويه، معلش. طيب يا عم ماشي، ربنا يعين. وانت قاعد بتراقبه كده، هتلاقي مثلا واحد معدي من جنبه، ما عملوش حاجه ولا كلمه كده، تلاقيهم جاي شتمه. هتقول له هو ايه بيشتموا ليه؟ حد عدى تاني يشتمه. هتلاحظ انه حد بس مجرد انه عدى قدامه بيشتمه. طيب وانت بعيد عنه مش هيشتمك، هو مش شايفك. فبالتالي هل الانسان الطبيعي لو عدى من قدامه واحد هيقوم جاي شتمه؟ الا لو مضايقك يعني، لكن اقصد في الطبيعي هتشتمه؟ اكيد لا. فبالتالي الشخص المجنون ده هو مجنون، بس مستني ايه؟ مستني تكه. التكه دي ممكن تبقى تكه عبيطه بس محتاج تكه. يبقى الخليه هنا مجنونه ويعني متبهدله نتيجه الخلل الجيني دوت. خلاص انا مجهزه الصاروخ في ايدي اهوت، لكن مش هقدر اضربه الا لما اخد محفز اللي هو اسمه تريجرنج فاكتور، هنعرفه كمان شويه. عايزين نعرف بقى ايه هو التريجرنج، ايه المحفز دوت. يبقى الخلل الجيني لوحده مش كفايه، واللي اكد لهم الموضوع دوت بعيد عن القصه اللي انا حكيتها. انا حكيت القصه بالشكل دوت بشكل فاني يعني عشان انتوا تفهموها وتحفظوها، لكن لو بنتكلم بقى بالشكل العلمي، هم لقوا ان في ناس عندها الخلل الجيني ده وما عندهاش روماتويد ارثرايتس. فده فتح السؤال بقى اللي بعد كده، هم ليه دول مش جالهم روماتويد ارثرايتس؟ فجابوا بقى ساميه وجابوا الابحاث طبعا عشان يدوروا في التاريخ المرضي على انفايرمنتال فاكتور، عوامل بيئيه محيطه. واهم انفايرمنتال فاكتور معانا هو الانفكشنز، العدوى. وهنعرف هي بتعمل ايه كمان دقايق، يعني دقايق بسيطه. لكن اشهر عدوى تعمل لنا الفيروسات. البشتاين بار فيروس ده متهم معانا في حاجات كتير هنعرفه ان شاء الله. البارفو فيروس، الهربس سمبلكس فيروس، برضو بعض البكتيريات. ممكن البكتيريا بتاعت جسمنا لو اتعرضت لبعض الحاجات وخلتها باثوجينيك مثلا، سواء بقى البكتيريا دي كانت فوقنا في اللنج في الجي اي تي بتاعنا. كذلك السموكينج ده مهم جدا. وجدوا ان السموكينج بيزود النسبه والفرصه بتاعه مرض الروماتويد ارثرايتس 3 الى 1. يعني بيجي في السموكر 3 اضعاف ما بيجي في الناس اللي هم نون سموكر. في حاجه الحقيقه انا ما كتبتهاش، لان انا ان شاء الله ناوي اتكلم عليها باذن الله في درس تاني، وهو درس الاوستيوبروزز والاوستيوبينيا ان شاء الله في الاخر يعني. وهو فيتامين دي. فيتامين دي مهم جدا جدا في المناعه، مهم جدا ان شاء الله. يعني هنعرفه ان شاء الله وقتها ليه دور مهم في تنظيم المناعه. فالناس اللي عندهم فيتامين دي ديفيشنسي بيكونوا اكثر عرضه للمرض المناعي. ان شاء الله في درس الاوستيوبينيا والاوستيوبروز هشرح لك ليه بقى واحنا بنتكلم وبنشرح الفيتامين دي هناك، وهقول لك كمان الجرعات الوقائيه اللي تاخدها وتنصح اهلك بيها، وهل نعمل التحليل ولا ما نعملش. هنجاوب باذن الله على كل الاسئله ديت عشان تقدر تنصح بيها اهلك وتهتم بصحه والدك ووالدتك وبصحتك انت كمان باذن الله. لان فيتامين دي ديفيشنسي فعلا بيزود السيفيريتي بتاعه الروماتويد ارثرايتس، وكمان 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 بيزود نسبه الحدوث بتاعته. دي مهمه جدا لانه بيعمل خلل في المناعه. ماشي، هنفهمها ان شاء الله هناك باذن الله. ده بالنسبه للانفايرمنتال فاكتور. طب الانفايرمنتال فاكتور دي هتعمل ايه؟ يعني انا فهمت ان في انفايرمنتال فاكتور، هتعمل ايه بقى؟ ده اللي احنا هنفهمه. بص يا سيدي، الانفايرمنتال فاكتور دي بتعمل موديفيكيشن اوف بادي بروتينز، بتغير البادي بروتينز، فتحولها من نون انتيجينيك يعني من حاجات ما بتثيرش الجهاز المناعي الى حاجات انتيجينيك او اميونوجينيك بتثير الجهاز المناعي. هي دي الفكره. ادي ده مثلا نورمال بروتين عادي جدا، انفايرمنتال فاكتور تعمل موديفيكيشن تحوله الى اب نورمال بروتين. طب يعني ايه تحوله لابنورمال بروتين؟ بتعمل فيه ايه؟ بتغير في الاستراكشر بتاعه عن طريق عمليتين. عمليه اسمها سترولينيشن، اللي هو ستريولين، اللي هو ده امينو اسيد يعني بتحطه في مكان الارجينين، سترولينيشن. او عمليه تانية اسمها كاربمايليشن، بتحط مجموعه كارباميت. طب انا ليه كتبت الاثنين دول؟ عشان هنحتاجهم ان شاء الله في الماركرز بتاعه الروماتويد ارثرايتس، في الانتي بوديز. دي مهمه خالص. يبقى انا غيرت شكل البروتينات، خليت فيه امينو اسيد ستريولين، خليت فيه مجموعه كارباميت، فبالتالي لو انا طلعت انتي بودي بيهاجم الحاجات دي يبقى هاجم الجسم كله. طبعا تاثير البروتينات ده بيحصل في الجسم كله، في كولاجين تايب 2 والفايبرونكتين، في حاجات موجوده في اعضاء كتيره جدا جدا جدا، مش بس موجوده في الجوينت ولكنها موجوده في الجوينت برضه. يبقى ده التاثير بتاع الانفايرمنتال فاكتور. يبقى انا عندي اوتو اميون ديزيز، تمام؟ وهكلمكم دلوقتي ليه استدلنا اصلا ان هو اوتو اميون ديزيز. عشان يحصل محتاج جينيتك سسبتابيليتي، العيان اصلا يبقى عنده جينيتك ابنورماليتي. وعشان الجينيتك سسبتابيليتي دي تتحول الى اوتو اميون ديزيز محتاج محفز، محتاج الانفايرمنتال فاكتور زي انفكشن، زي السجاير. طب هم منين استدلوا ان هو اوتو اميون ديزيز؟ عن طريق حاجات تانية. عن طريق مثلا ان انا عارف ان في امراض معينه هي امراض مناعيه، لقيتها انها جايه مع المرض المناعي ده، يبقى ده مرض مناعي. ما الامراض المناعيه بتيجي اسوشيتد سوا، المصائب لا تاتي فرادى. عن طريق لما اديته اميون سبريسيف وكورتيكوستيرويد استجاب كويس جدا. وعن طريق حاجه مهمه، ان انا لما دورت في الدم بتاعه لقيت اوتو انتي بودي اللي هو البوزيتيف سيرولوجي. ده الانفكشن مهم جدا، اهم واحد طبعا. هنتكلم بقى بعد كده على الباثوجينيسيس، وزي ما اكدت عليكم محدش يفتح الكتاب،
ركزوا معايا بس، وهقرا لكم الكتاب في الاخر مش تقلقوا. طيب الباثوجينيسيس ايه اللي بيحصل والمرض ده بيتكون ازاي؟ ارسم ورايا من فضلك. ادي بروتين اهوت نورمال، انفايرمنتال فاكتور زي السموكينج زي الانفكشن اتحول الى ابنورمال بروتين، تمام، ستريولين او كارباميت، ماشي. الابنورمال بروتين ده بقى اميونوجينيك، فتيجي الانتيجين بريزنتنج سيل تقول له لا انت مش سيلف انتيجين، انت نون سيلف انتيجين، ده انا هاخد منك حته واعرضك على سطحي عشان ايه؟ عشان اعمل استجابه مناعيه ضدك ونيجي نهاجمك. فتيجي الدندريتك سيل اهيت، وتيجي البيتا سيل. بس في مشكله، الخلايا ديت في الطبيعي المفروض لما تعرض انتيجين على سطحها بتروح تقول مثلا للتي سيل يا تي سيل المكان اللي فيه الانتيجين ده المكان الفلاني، وابدأي بس هاجميه هو وخلاص، خلصناه نوقف الاستجابه المناعيه وننهيها، اعمل ريجوليشن للاستجابه المناعيه. لكن المشكله ان انا عندي اصلا جينيتك سسبتابيليتي، الهلا دي ار بايظ، فبالتالي انا اديت هنا المبرر والدافع للخلايا ديت انها تطلق الصاروخ بتاعها، الصاروخ اللي هو استجابه مناعيه لا نهايه لها. فتروح للليمف نود تدور على التي سيل، ركز في الاسم اللي انا هقوله ده، بتدور تحديدا على التي هيلبر 1، التي هيلبر 1، التي هيلبر 1 دي مهمه قوي هنحتاجها ان شاء الله، ومهمه جدا في درس السيستميك لوبس ان شاء الله. طيب يبقى التي هيلبر 1، التي هيلبر 1 هتعمل ايه؟ اول حاجه هتاكتف نفسها وتاكتف باقي شويه تي سيل ويحصل لها بروليفريشن كده عشان تستعد تروح العركه ديت والخناقه ديت. طيب تاني حاجه التي سيل ديت هتبدا تعمل اكتيفيشن للبي سيل، البي سيل لما تتاكتف هتتحول لبلازما سيل، والبلازما سيل دي هتبدا انها تنتج اوتو انتي بودي، اجسام مضاده زي الروماتويد فاكتور واجسام مضاده اخرى هنعرفها ان شاء الله، زي مثلا الانتي سي سي بي اللي هو مضاد للستريولين. طب ما الستريولين ده اللي هو الامينو اسيد اللي بقى في بروتينات كتيره جدا، فاقدر اهاجم اماكن مختلفه في الجسم. طيب تعالى كده نمسك حته التي سيل ديت ونشوف عملت ايه. التي سيل ديت هتبدا ان هي تطلع سيتوكاين، طبعا هتبدا انها تهاجر وتروح على الجوينت وتبدا تطلع سيتوكاينز انفلاماتوري ميديتور، اسمائها كتير، اهم واحد عايز اعرفه دلوقتي هو تيومر نيكروزس فاكتور الفا. اعرف الحاجات اللي بقول لك عليها واحفظها، اعرف الحاجات اللي بقول لك عليها واحفظها. تيومر نيكروزس فاكتور الفا ده سيتوكاين بينظم الاستجابه المناعيه، ما انا عايز اعمل بقى عركه وخناقه. هيروح في المفصل عند الساينوفيال ممبرين. هو الساينوفيال ممبرين في مين؟ في الماكروفيج وفي الفايبروبلاست. هو في حد تاني؟ لا مش في حد تاني. الماكروفيجز والساينوفيال واللي هو الفايبروبلاست هيبداوا يطلعوا هم كمان سيتوكاين ويعملوا لوب ينشطوا بيها بعض. اقعد انا اطلع سيتوكاين كفايبروبلاست، تطلع سيتوكاين تنشط الماكروفيج، والماكروفيج تطلع سيتوكاين ينشط اللي هو الفايبروبلاست. حاجه طبعا اللي هي ايه بيسموها بوزيتيف لوب، اللي هي لوب لا نهائيه، يعني دائره مغلقه زي ما بيسموها. اهم سيتوكاينز بيطلعوها برضه هو تيومر نيكروز فاكتور الفا، ومعاها كمان حاجه اسمها انترلوكين 1 اند انترلوكين 6، 1 و 6. هتقول يا دكتور انت ليه معلم على 6 هنا؟ معلم عليه ان 6 ده بيروح على الليفر ويقول له يا ليفر احنا في سيستميك انفلاميشن، احنا عندنا مشكله، ولع يا ليفر. اشوفها بتولع دلوقتي، يعني ايه اشوفها بتولع؟ يعني زود عندك الاكيوت فيز رياكتنت، خدناها قبل كده. الاكيوت فيز رياكتنت دي قلنا مجموعه من دلالات الالتهاب بتعلى في اي انفلاميشن او تيشو دامج بغض النظر اكيوت او كرونيك. طب ما هنا في انفلاميشن او تيشو دامج، فبالتالي هتعلى، اللي هم مين؟ الاي اس ار والسي ار بي. وفي واحد تاني برضو اللي هو البليتلت، فالعين ده بيحصل له ثرومبوسايتوز وممكن يحصل له ثرومبوسايتوبينيا، وهنعرف ليه. ثرومبوسايتوز يعني البليتلت تزيد، ده برضو تعتبر واحد من الاكيوت فيز رياكتنت. المهم خليك في الاي اس ار والسي ار بي ان هم بيعلوا، منطقي خالص. طيب الفايبروبلاست بقى بتعمل ايه تاني غير انها بتنشط حاجه الماكروفيج؟ بتبدا انها تطلع مواد اخرى، زي مواد مش مهم اسمها ايه، المهم انها بتنشط خلايا اسمها الاوستيوكلاست. الاوستيوكلاست مش دي الخلايا اللي بتكسر في الجوينت؟ بتكسر في البون، بتعمل بون ريزوربشن صح، وتعمل اوستيوبروزس صح جدا. طيب هي هتنشطها، فاروح اعمل بون ايروجن، ادمر العظم. 1 2 ابدا اطلع انزيمز ديستراكت الكارتريج. فاكرين لما انا قلت لكم سيلز وماتريكس ولازم يبقى في توازن ما بين التصنيع والهدم، والهدم ده بتبقى انزيمات بتطلع من الفايبروبلاست، ما هي دي اللي طلعتها، تطلعها فتدمر الكارتريج، وهنا هيبقى الهدم اسرع من البناء، فبالتالي يحصل كارتريج ايروجن، يتدمر الكارتريج. 3 اطلع مواد اسمها بروستاجلاندين ونيتريك اوكسيد. النيتريك اوكسيد بيعمل فازو دايلاتيشن، والبروستاجلاندين مهمه جدا عشان البين باثوي، الالم والاحساس بالالم، دي مهمه خالص. عشان لما اجي اقول لك في العلاج ان انا بدي نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري اللي هي بتارجت البروستاجلاندين، ما تستغربش، انت المفروض تبقى انت عارف المعلومه دي وتقولها لي، مش مستني ان انا اقولها لك. فهمت ازاي؟ طبعا الفازو دايلاتيشن دوت هيزود الارتشاح السائل جوه الجوينت، فالجوينت ينفخ ويحصل له سويلنج، وده يعمل ستريتش للكبسول والم برضه يعني، فده كلام مهم.
طيب خلصنا كده؟ لا لسه. التي سيل هي كمان بتطلع مواد تنشط بيها الاوستيوكلاست، فهم الاثنين بيشغلوا الاوستيوكلاست. خلي بالك كلمه السر مين؟ السيتوكاين. والمايسترو بتاعنا هو التيومر نيكروز فاكتور الفا، ده المايسترو بتاعنا، ده المايسترو، مهم قوي. ركز بقى معايا في الرسمه دي رسمه مهمه خالص. دي كده عظمه، وادي الكارتريج بتاعها، وادي الناحيه الثانيه برضو العظمه والكارتريج بتاعتها، وادي الكبسوله، وادي الساينوفيوم او الساينوفيال ممبرين. ده مفصل طبيعي جدا ما فيهوش مشكله. تعال نحط بقى المشاكل اللي حصلت قدامنا كده. اول حاجه انزيم بتديستراكت الكارتريج، يبقى الكارتريج هيتكسر، حصل كارتريج ايروجن، وده طبعا هيخلي المفصل في مشكله في الحركه بتاعته، مش دي الحاجه الطبيعيه بتاعته. 2 اوستيوكلاست. اوستيوكلاست بتعمل ايه؟ بتدمر العظم، تعمل بون ايروجن. طيب بس كده؟ لا مش بس كده، كمان هتبدا تعمل بون ريزوربشن، تسحب منه الكالسيوم وتسحب منه المواد اللي موجوده فيه وتكسر فيه، فتعمل اوستيوبروزز اللي هو هشاشه عظام، اوستيوبروزز. في الاول هشاشه العظام دي زي ما انتم شايفين بتبقى بيري ارتيكولار، يعني حوالين المفصل المصاب، لكن بعد كده بتبقى جنرالايزد، هنتكلم عليها ان شاء الله في الاكسترا ارتيكولار مانيفستيشن بتاعه الروماتويد ارثرايتس. طيب ادي بيري ارتيكولار اوستيوبروزز، هشاشه عظام. بعد كده السيتوكاينز بتطلع، صح؟ السيتوكاينز دي كانت بتنشط كل حاجه تقريبا، صح؟ بتنشط كل حاجه. السيتوكاينز دي هتعمل سويلنج اند بين، بروستاجلاندين ونيتريك اوكسيد اللي احنا اتكلمنا عليه، ما دي السيتوكاين هي اللي هتنشط الفايبروبلاست وتطلعها. طيب التي سيل والسيتوكاين هما الاثنين بينشطوا حاجات كتير جدا، بينشطوا الماكروفاج والفايبروبلاست والقصه والحكايه دي. فيعملوا لي ايه بقى؟ هيبداوا ان يعملوا انفلتريشن للساينوفيال ممبرين ويعملوا مشاكل كتيره، ويبداوا يعملوا لك ساينوفايتس، التهاب فيه، ويبدا نتيجه السيتوكاين اللي بتطلع ديت اللي هي بيكون ليها جروث فاكتور ميكانيزم، بتقدر ان هي تعمل بروليفريشن، يحصل هايبيتروفي في الساينوفيا وهايبر بلاستيك تشينجز، ويبقى ايديميتس ويبقى انفليمد. طيب وعمال ينمو ينمو ينمو، طب ما دي مشكله. هيقعد برضو ده الالتهاب اللي هو الساينوفايتس، مشكلته انه يقعد ينمو 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 ويطلع حاجه عامله زي الصوابع بيسموها البانس. البانس ده زي ما انت شايف دخل كل الكارتلج وكل العظم، البانس ده مشكله بيدمر المفصل. طيب مشكله برضو ان الكبسوله نفسها هيبدا يحصل فيها تغيرات وتبوظ زي ما انت شايف كده، ما عادتش كبسوله صحيه خلاص. اخر حاجه زي ما انت شايف السيتوكاينز ديت ونتيجه الالتهاب يبدا الفايبروبلاست ترمي فايبراس تيشو، فيمكن يحصل في الاخر ان المفصل يقف على الحركه ويلتحم، اسمه انكيلوزز. انكيلوزز اللي هو التحام المفصل. دي اخر حاجه بتحصل، زي ما انت شايف كده المفصل اتدمر. وطبعا ممكن يحصل سبلكزيشن، لان المفصل اصلا المفروض ان العظمتين فوق بعض كده يحصل ازاحه، اللي هو خلع جزئي كده، سبلكزيشن، بهذا الشكل المفصل يتخلع من مكانه، سبلكزيشن، نتيجه طبعا المفصل باظ واتحرك وبعد عن بعضه وكده. طبعا الجوينت سبيس برضو بيحصل لها ناروينج، بتظهر لانها اتملت ببنس وبفايبرس تيشو، فصغرت اصلا، فحركه المفصل بقت صعبه جدا جدا جدا. بعد ما شفنا التاثيرات اللي حصلت في المفصل، رجعنا بقى المفصل طبيعي عشان افسر لك حاجه مهمه جدا جدا جدا. افسر لك هو ليه الروماتويد بياخد السمول جوينت اكتر. هو ممكن ياخد اللارج جوينت، بس ليه بياخد السمول جوينت اكتر وبيحبها اكتر؟ بص كده معايا، ده الساينوفيوم اهوت اللي هو الانر سيرفيس بتاع الكبسول، صح صح، وده الكارتلج. واحنا شفنا في التاثيرات ازاي الساينوفيوم بينمو ويدمر الكارتلج وسايتوكاين والكلام ده. تخيل دلوقتي لو المفصل عندي ده كبير، الساينوفيوم عشان ينمو ويوصل للكارتلج ويوصل للبون محتاج نمو كبير قوي. السيتوكاين اللي بتطلع وتفرز في الساينوفيال فلويد التركيز بتاعها هيبقى ضعيف لان الساينوفيال فلويد كبير، لكن كل ما المفصل صغر كل ما الكونسنتريشن بتاع السيتوكاين زاد، كل ما النسبه ما بين الساينوفيال ممبرين والكارتلج بقت اقل، بقت احسن، صح كده؟ فبالتالي الساينوفيوم يقدر بسرعه ياثر على الكارتلج، فعشان كده الروماتويد بيأثر بدري بدري على المفاصل الصغيره وبيأثر اكتر على المفاصل الصغيره. دي مهمه قوي وتفسيرها مهم خالص. طب هنيجي نتكلم ان شاء الله نقول لك في مفاصل ثانيه هو مش بيأثر عليها، اشمعنى؟ ليها تفسيرات الموضوع ده، زي مثلا الديستال انترفارنجيال جوينت، البروكسيمال انترفارنجيال جوينت هو ده الديستال ما بيأثرش عليه. قال لك ليه مع انه مفصل صغير برضه؟ قال لك لان المفصل دوت في الغالب هو مش يعتبر مفصل قوي، هو يعتبر مكان التقاء لتندونز بتيجي تمسك فيه كده، ففي فايبرس كومبوننت زياده، فيعني خرج من حته ان هو ايه يبقى فيه الكارتريج والقصه دي التفسيرات بتاعتها يعني. في امراض تانية بتدمر المفصل دوت هنعرفها ان شاء الله.
اخر حاجه في الباثوجينيسيس بقى الحته اللي احنا سبناها في الاول، اللي هو الاوتو انتي بودي. ده بيعمل ايه؟ بيروح يدور على الانتيجين ويمسك فيها ويعمل اميون كومبلكس. الاميون كومبلكس ده اتكلمنا عليه في الرينال، اللي كان بيروح يترسب في اماكن كتير بالظبط كده. يروح يترسب في البلاد فيزل ويعمل فاسكولايتس، ودي حاجه مهمه جدا 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 جدا. ويترسب برضو في اذر سايت. الفاسكولايتس اللي بيعملها الروماتويد ارثرايتس بتبقى سمول فاسكولايتس في الفيزلز الصغيره بالاساس الارتز وممكن الفينز كمان، او في الميديم فيزلز. ماشي. وبيروح يترسب برضو في اذر سايتس، وهنشوفها ان شاء الله زي في السبكوتينيوس، ويعمل حاجه اسمها سبكوتينيوس روماتويد نوديول، هنشوفها ان شاء الله. ده كده بالنسبه لي هو الباثوجينيسيس. نيجي بقى نقرا كلام الكتاب. الايتيولوجي مفيش سبيسيفيك ايتيولوجي، الكلام ده قلناه هو عباره عن كومباينيشن من جينيتك، من انفكشوس، من انفايرومنتال. ولا تنسى السموك، مهم جدا. ده على فكره strongest environmental، يعني من الحاجات القويه قوي في الانفايرومنتال. طيب الجينيتك عندنا في مين؟ اللي هو الهلا بقى. هنا ايه ارقام ليه، وانت فهمت فكره الهلا دي ار. هنا بيقول لك هلا دي ار 1 و4 تمام، وفي برضو 2 و2 ديت علم لي بس ان فيها جود بروجنوس. لكن 3 اضربها دايما في 3 اضربها بالثلاثه بتكون سيرو بوزيتيف، روماتويد فاكتور بوزيتيف. ايروسيف يعني سيفير ديزيز، بتكسر في المفصل جامد، ودي احنا كنا قلناها بتاعه التوانس. الانفكشوز بيقول لك هي دي الموست كومن تريجرنج، علم عليها كده عشان الام اس كيو. دي جمله ام اس كيو. تمام. في الجينيتيكالي بريديسبوزد انديفيدوال، الديفتريويد والمايكوبلازما تمام، الفيروس ايبشتاين والبارفو وكمان اللي هو الهيربس سيمبلكس. بعد كده جزء الهرمونال، وده انا اجلته بقى قاصد عشان نستمتع بيه هنا، لان ما كانش ينفع يتقال في وقت، هو ينفع يتقال دلوقتي بعد ما انت فهمت الباثوجينيسيس. سبحان الله هتفهم بقى دلوقتي ليه كل كلمه بقول لك الاسم ده مهم كذا مهم، مش تعديها كده وخلاص. بص بقى يا سيدي، اول جمله دي احنا عارفينها ان هاير بريفالنس لي او هاير انسيدنس للديزيز في الفيميل. ماشي مفيش مشكله، 70% من المرضى بقى يعني فيميل. لمعلومياتكم لو الواحد ده بقى ميل وجاله روماتويد، ده للاسف باد بروجنوستيك ساين، وبيأثر على الذكوره بتاعته عن طريق انه بيأثر على الاتصال ما بين البيتيوتري واللي هو الجونادز بتاعته، فبيكون سيء شويه. ربنا يعافينا. الانسلنس بتاعه بيقل في الفيميل اللي بتاخد كونتراسيبتيف بيلز. فمن هنا بقى جابوا يفكروا يبقى الفيميل سكس هرمون ليها دخل بحاجه. كمان لقوا ان العيانين بيحصل لهم ريميشن لما بيحملوا، يعني بياخدوا اجازه من المرض لما بيحملوا، مش اكزربيشن ولا حاجه. فمن هنا بداوا يدوروا، فلقوا ان الفيميل عندها حاجه اسمها الفا 2 جلايكوبروتين، ده اميون سبريسيف تمام، وبيزيد في الحمل. ده مش مهم، ده كارير وليه دور كده في المناعه، بس مش مهم قوي. المهم ركز لي بقى مع الحته اللي جايه دي، لانها حته حلوه خالص خالص خالص. الفيميل سكس هرمون، البروجستيرون والاستروجين والحاجات دي ليها اميون موديوليتنج بروبرتيز. ما قالش ليه اميون سبريسيف زي فوق، ده بيقول لك موديوليتنج. عارف يعني ايه كلمه موديوليتنج؟ موديوليتنج يعني تنظيمي، يعني يعلي حاجات ويوطي حاجات، سبحان الله، او بيختار حاجات معينه يوطيها، مش المناعه كتوتال. وجدوا ان هو اثناء الحمل، شوف بقى الحته دي حته عاليه بقى، بيعمل انهيبيشن للتي هيلبر 1. سمعناها فين دي قبل كده؟ ما دي بتاعه الروماتويد ارثرايتس. يبقى طالما بيعملها انهيبيشن يبقى بيوقف دايره الروماتويد اصلا، فيحصل ريميشن. شفت؟ لكن لما بيوقف دايره التي هيلبر 1 بيحصل، يعني شفت انت لما يبقى عندك طريق ومتفرع لناحيتين، فتسد شارع منهم، فيبقى في زحام على الشارع التاني، فبيحول كل الشغل على التي هيلبر 2. مفيش مشكله، ماشي، في الانسان العادي عادي، هي بتعمل كده اصلا عشان الجنين ده جسم غريب، جسمها مش يهاجمه، مناعتها مش تهاجمه، يعني ده حكمه ربنا فيها. طيب لما التي هيلبر 2 هي اللي تشتغل، دي فيها مشكله في الانسان الطبيعي؟ مش فيها مشكله، لكن فيها مشكله في العيانين اللي عندهم مرض هناخده ان شاء الله الحصه الجايه، اسمه ايه؟ ممتازين، سيستميك لوبس اريثروماتوز. عشان كده هقول لك هناك ان سيستميك لوبس اريثروماتوز بيحصل له فلير، يعني اكزاسربيشن، يعني انتكاسه اثناء الحمل، عشان الحته دي. سبحان الله. في حته برضه مهمه في الروماتويد، على حته ان هم بعض الستات حصل لهم الاكيوت برزنتيشن او البرزنتنج فيتشر بتاعه الروماتويد ارثرايتس كانت بوست بارتم، بعد الولاده على طول، لان السكس هرمون نزلت مره واحده. نفس الكلام ان بيتزيد الاكتيفيتي بتاعه المرض بوست بارتم، وفي تاني اسبوع من المنسز من الدوره، لان الهرمونات فيها بتبقى اقل حاجه. بيحصل لهم برضو زياده في الاكتيفيتي في البيري مينوبوز، حوالين الطمث كده، لان ايه يعني الهرمونات طالعه نازله كده، يعني كان في فلكتويشن شديد. الاوتو اميونيتي دي اللي هي الروماتويد فاكتور وانتي سي بي، هنتكلم عليهم ان شاء الله في اللابوراتوري. الباثوجينيسيس شوف اول نفس الكلام اللي احنا قلناه، انتيجنز تمام، بتاكتيفيت التي سيلز، يحصل لها اكسبانشن وبروليفريشن، تاكتيف البي سيلز، تطلع الانتي بودي بس.
ساينوفايتس اهوت، والساينوفايتس ممبرين يبقى ثيك وهايبر بلاستيك وهايبريميك وايديميتاس ويبروفليت ويعمل لك البانس ويطلع كيميكالز اللي هي الانزيمز اللي بتدمر الكارتلج، كل الكلام اللي احنا قلناه. يبقى لو انت رسمت الرسمه معايا الدرس بالنسبه لك خلصان اصلا. واهي دي نفس اللي قلناه اهو، وحته ايه الليمف نود اهي ماشي، ودي التاثيرات على المفصل نفسه قلناها خلاص مش فيها مشكله. طيب كلينيكال فيتشر بقى، بيقول لك والله ممكن ان هو يجي انسيدوس. انسيدوس ده اللي هو يعني بيبدا فيك كده متخفي بالراحه خالص خالص خالص، تفتكروا مثلا ده عادي، ده شويه بس شغل، شويه برد في عظم مش عارف ايه، ده بيحصل. ممكن يجي باكيوت اونست مره واحده سيفير، بيحصل في الناس الكبيره، وممكن بريسيبيتيتد كمان بفيزيكال تروما. طب ليه فيزيكال تروما تعمل كده؟ لانك لما خبطت المفصل طلعت منه انتيجنز، خلت الخلايا المهبوله اللي ماسكه الصاروخ اللي مستنيه تضرب الصاروخ بتاعها. ما تنساش قصه الصاروخ بتخلص معاك الدنيا ديت، وهتساعدك في المناعه كتير في حياتك ان شاء الله. البالندروميك يعني متناوب بقى. يعني ايه متناوب؟ يعني في شكل هجمات كده، هجمه وتروح، هجمه وتروح، هجمه وتروح، اللي هو ريميشن واكزاسربيشن. الباترن اوف اونست دي اللي فيها كلام الصراحه غريب قوي. الموني ارتيكولار يعني ممكن انها تبدا بمفصل واحد بس، ده مش الكومن. بولي ارتيكولار يعني اكتر من 4 وده الكومن. البوسي بقى والاوليجو، شوف كده، البوسي يعني من مفصلين ل4 مفاصل، الاوليجو يعني اقل من 4 مفاصل. يعني فاهم يعني؟ طب ما هي نفسها، ما هي نفسها، ايه الفرق؟ فالبوسي والاوليجو هما الاثنين نفس بعض، يعني الكتاب حطهم دي غلطه فيه. الكورس بقى ممكن بروجريسيف بيزيد مع الوقت، ريجريسيف بيقل بيتحسن، يعني ريميشن واكزاسربيشن اللي هو ايه، نوبات وهجمات، وده الاشهر. البرزنتيشن عندنا طبعا بيهاجم المفاصل اللي هو الارتيكولار تحديدا، اللي هي البريفرال جوينتس بسيمتريك باترن. اكسترا ارتيكولار لسه هناخده، بيهاجم بقى السكين ويعمل روماتويد نوديول والهارت واللنج والايز، دول اهم حاجه. كونستيتيوشنال نتيجه السيتوكاين اللي هتعمل فاهم فيفر وفاتيج وانوركسيا وماليز والحاجات ديت، تمام. ومورنينج ستيفنس دي هنتكلم عليها كمان شويه. والفيفر برضه مش كاتبها لكن اكتبوها، الفيفر بتبقى لو جريد اللي هو اقل من 38، وهنتكلم عنها كلمتين بقى دلوقتي. بنكمل كلامنا بقى على الكونستيتيوشنال سيمتوم. وسؤال مهم، الفيفر بتبقى لو جريد يعني اقل من 38، حلو. امتى الاقيها هاي؟ طبعا هي ليه لو جريد؟ عشان في سيتوكاين، وهذه السيتوكاين بتعلي الحراره، كلام منطقي جدا. طب امتى تبقى هاي؟ دي علامات مهمه جدا. اول حاجه مع الديزيز اكتيفيتي، لو المرض في هجمه دلوقتي، في اكزاسربيشن دلوقتي. تاني حاجه لو كومبليكيتد بانفكشن، ما خلي بالك المريض دوت بتاع روماتويد ارثرايتس هنعرف ان شاء الله بياخد ادويه بتثبط المناعه، فالادويه ديت ممكن تخليه سهل جدا يكاتش اي انفكشن، يبقى كومبليكيتد باي انفكشن فتعلي الحراره. تالت حاجه يكون عنده سيستميك فاسكولايتس، يكون عنده سيستميك فاسكولايتس، التهاب فيزل في كل حته وسيتوكاين وكده، دي بتعلي الحراره جامد. تخلي بالك بس من نقطه الانفكشن دي ليه؟ ممكن هو اصلا يكون جاي لك بانفكشن وانت لسه هتعالجه، ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش يبقى عنده انفكشن وتبدا معاه العلاج التقليدي بتاع روماتويد ارثرايتس. حطها في بالك وهقولها ان شاء الله في العلاج. طيب بعد كده المورنينج ستيفنس. ايه قصه المورنينج ستيفنس دي؟ حاجه اسمها التيبس الصباحي، حاجه مهمه قوي في الروماتويد، وهنقولها برضو ان شاء الله في الاوستيو ارثرايتس. دي ايه اللي بيحصل فيها؟ بيقول لك difficulty في movement of joint after sleep، ما هي morning، او يعني عشان برضو الدقه بعد long sitting. لو الست قاعده وما بتتحركش لفتره برضو بيحصل نفس الكلام ده. طب في الروماتويد الطبيعي بيحصل التيبس ده قد ايه؟ ساعه فاكثر. ومع العلاج بقى لما نبقى شاطرين كده في العلاج ان شاء الله، لا ده احنا لما بنقللها ربع ساعه و10 دقايق ونص ساعه بنفرح قوي. طيب دي مهمه. طيب يبقى حته بعد السليب او لونج سيتنج. طب فكرتها ايه يعني؟ ليه بيحصل تيبس كده؟ تصحى تقول لها ايه مثلا، اقفلي قبضه ايدك مش عارفه اقفل ليه، ما السمول جوينت دي متاثره فمش عارفه اتنيها، وجعاني وحركتها صعبه والكلام ده. في نظريتين عايزك تعرفوا. النظريه الاولى هي الجل فينومين، نظريه الجل. ايه الجل دوت؟ بيقول لك ان المفصل دلوقتي جواه سائل زلالي، صح صح، والواحد نايم بتبدا المواد تتجمع جوه السائل الزلالي دوت، ما هو مفيش حركه، المفصل ثابت زي ما هو ما بيتحركش، فيبدا مواد تترسب جوه السائل الزلالي دوت. فالسائل الزلالي ده بدل ما هو كان سائل لا ينشف، يبقى عامل زي الجل. جميل. ونتيجه ان مفيش حركه فمفيش احتكاك، مفيش طاقه، مفيش حراره، المفصل بيبقى بارد، فالبروده دي بتخلي السائل يجمد شويه. يبقى حلها ان انا اعمل ايه؟ ابدا حركتي حركه بسيطه مش حركه عنيفه، اخد المفصل بالراحه واحاول ادفي المفصل، احاول ادفي المفصل. طيب دي اول نظريه. النظريه الثانيه ومهمه جدا بقى عشان حته السليب بالذات، حاجه اسمها سيركاديان سيتوكاين ريذم.
وجدوا ان السيتوكاين زي تيومر نيكروز فاكتور الفا وانترلوكين 1 وانترلوكين 6 بيبقوا في اقصى وقت افراز ليهم من فتره 2 بالليل ل 8 الصبح، فعشان كده تصحى يبقى السيتوكاين ماليه المفصل، فمتبهدل المفصل وتعبان جدا، فمش تقدر ان هي تحركه. دي اسمها مورنينج ستيفنس، مهمه جدا جدا جدا. هنتكلم بقى على الكلينيكال فيتشر. هو اول حاجه في الكلينيكال فيتشر الارتيكولار فيتشر بتاعه المفاصل. طبعا عرفنا انه بيأثر على البريفرال جوينت، سمول جوينت اكتر، بيبقى سيمتريكال وبايلاترال، عرفنا بقى الكلام ده كله يعني. هناخد بقى الحاجات المميزه. اول حاجه هو بيسبير الديستال انترفرنجيال جوينت، ودي احنا شرحناها خلاص. ايه الايرلي مانيفستيشن؟ 9 حاجات واحفظهم بالترتيب اللي انا هقول لك عليه ده. 9 دول 4 في الريست، 1 في المصل بتاعه الهاند، و4 تانيين متوزعين. واحده واحده كده نعرفهم سوا. اول حاجه ال4 اللي في الريست. الريست دلوقتي ليه سطح الدورزم وليه سطح الفنترال، انتيريور وبوستيريور. طيب نمسك كده الدورزم اسبكت. دي طبعا صوره في عيان عنده روماتويد ارثرايتس ليت. انا اعرف حاله للاسف واحده قريبتي بهذا الشكل، لانها ما بتتعالجش، ربنا يشفيها ويعافيها يا رب. اللي عايزك بس تركز عليه اللي هنا ده. ايه ده؟ ده الدورزال اسبكت بتاع الريست مسويلنج. ليه؟ التهاب في الريست جوينت. ما هو بيلهبه، ما هو مفصل يعتبر من المفاصل برضه الصغيره، مش مفصل كبير ولا حاجه، فبيلهبه فيعمل ايه؟ التهاب هنا وسويلنج. ليه؟ لانه بيلهب كمان السوفت تيشو اللي حواليه، فالحته دي تنفخ كده. بيعمل كمان التهاب في التندون، تينوساينوفايتس، وممكن يعمل بيرسايتس كمان. طيب في الحته دي كده بيمر عندك تندون اسمه ايه؟ اسمه اكستنسور تندون، صح؟ بيسموه اكستنسور. انا كده بعمل اكستنشن، كده اكستنشن وكده فليكشن، الحاجات دي خدناها في النيورو بقى. طيب فهنا الاكستنسور تندون ده هو كمان هيحصل له سويلنج وهيحصل له التهاب. طيب دي مهمه جدا. يبقى دول 2 كده من 4. ده كده حاجه اسمها الراديو النر جوينت. الراديوس والالنا بيلتحموا مع بعض ويعملوا 2 جوينت. بروكسيمال جوينت ناحيه مفصل الكوع، وديستال جوينت تحت. اللي بيحصل طبعا ويحصل تاثر ليه الديستال جوينت، بيفكوا من بعض، فالالنا تبرز لبره. يبقى العين عنده بروميننت النر ستايلويد بروسيس، الالنا اللي ناحيه الصباع الصغير تبرز لبره. والمشكله انها فكت فبقت متحركه، فلما تتحرك ممكن انها تخبط في اكستنسور تندون مش فليكسور، ما اللي فوق ده اكستنسور، فلما تخبط في الاكستنسور ممكن تقطعه. طب ما هي الالنا ناحيه مين؟ ناحيه الصباع ده والصباع ده. دول اسمهم ايه؟ 1 و2؟ لا، اسمهم 5 و4. 1 احنا بنبدا عد فيه من الصباع الكبير، يبقى ممكن انه يقطع الاكستنسور تندون بتاع 4 و5، وهنشوف صور ليهم ان شاء الله. بس افهم كده، هتلاقي الموضوع سهل خالص. زائد على علامه مهمه جدا 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 بنشوفها، وهي لو انا جيت بقى على الالنا ديت اللي بارزه وطالعه كده، وقمت ايه؟ ضاغط عليها، هتنزل لتحت وترد لي تاني. دي بيسموها بيانو ساين، زي البيانو كده، تنزل تحت وترد لي، انها بقت فكه من مكانها كده، حصل لها سبلاكزيشن. في حاجه تانية بالشكل ده اسمها كاربال تانل سندروم. احنا عارفين ان هنا في حاجه اسمها فليكسور ريتيناكولم، فايبرس تيشو كده يعني، وبيعدي تحتيه طبعا التندونز والحاجات ديت. وعارفين ان في ميديان نيرف هنا بيعدي. الحته دي ممكن شهيره جدا انها تتخنق. كانت ممكن تتخنق في الاكروميجالي، قلنا الكلام ده مع النيورو، قلنا الاكروميجالي كان بيعمل ثيك نيرف، فممكن انه يعمل كاربال تانل سندروم. تمام. هنا برضو ممكن يحصل كاربال تانل سندروم، ولكن بسبب ان الريست حصل له سويلنج والسوفت تيشو حصل لها سويلنج والتندون حصل له سويلنج، زنق النيرف اللي هو الميديان نيرف. ودي ممكن تبقى البريزنتنج فيتشر، خلي بالك، دي ممكن تبقى البريزنتنج فيتشر. يعني ايه البريزنتنج فيتشر؟ يعني العلامه اللي العين هيجي لي بيها واقول ان عنده روماتويد. سبحان الله. طبعا هيبقى بايلاترال ولا يوني لاترال؟ اكيد 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 بايلاترال. طيب يبقى كده خلصنا الاربعه بتوع الريست. حلو. عرفنا مين؟ عرفنا دورزال في حاجتين، في السويلنج وفي الاكستنسور. ولا تنسى الالنر ستايلويد بروسيس واللي ممكن يقطع ده، ولا تنسى كاربال تانل سندروم. طيب بعد كده بقى هنبص على الايد نفسها. الايد ممكن تلاقي عضلات الايد مختفيه، خاسه خالص. طب ليه خاسه؟ ليه الويستنج دوت؟ اول حاجه لان العضو الذي لا يستخدم يضمر. ما انا لسه بقول لك عضلاتها تعب، عظمها تعبها ومفاصلها تعبها، مش قادره تتني ايدها، فمش هتستخدم ايديها، فديسيوز اتروفي. بس مش ده بس، الحاجه الثانيه السيتوكاين اللي بتطلع اصلا بتامبير الريجنريشن بتاع المصل، وبتعمل ديجنريشن في المصل، فتبوظ المصل دي. سبحان الله، ربنا يشفي المرضى جميعا يا رب ويعافيهم. بعد كده عندنا واحد من العلامات المهمه جدا ومن الموست كومن، واحد يعني من الموست كومن ايرلي ساينز للروماتويد ارثرايتس. هتبص هنا على الصباع، شايف؟ ياه، ايه الشكل ده؟ الشكل ده عامل زي شكل الخلايا الفايبروبلاست، خلايا مغزليه، سبندل شيب، فيوزي فورم. ده مهم قوي طبعا نتيجه تاثر المفاصل، يعني المفصل اتاثر وحصل سوفت تيشو سويلنج حواليه وكده يعني، والكبسوله اصلا حصل لها ستريتش والمفصل نفخ وكده. ربنا يشفي المرضى جميعا ويعافيهم يا رب. طيب دي برضو علامه مهمه، طبعا هتلاقيها برضو مش عارفه انها تقفل ايدها، دي برضو من ضمن العلامات المهمه. لو انت بصيت هنا كده
في الحتت دي كده. الطبيعي لو انت بصيت على ايدك هتلاقي ادي النكل اللي هي اللي بيسموها البراجم في اللغه العربيه يعني. المهم اللي هي ايه الهيد بتاعه الميتاكاربال بون. فالمهم الهيد هي واضحه، وفي هنا جروف اهو، في جروفز صح. المشكله بقى هنا ان بيحصل التهاب في التاني والتالت بالذات. حلو، انا اعرف حاله كده للاسف، ربنا يشفيها ويعافيها يا رب. بيبقى التهاب في التاني والتالت بالذات، وينفخوا السوفت تيشو اللي حواليهم، وتينوساينوفايتس، والسوفت تيشو يلتهب، فتلاقي الحته ديت بدل ما ايدك بتنزل فيها لا بقت عامله مطب. انت لو بصيت هنا على الحته دي كده هتلاقي في مطب، بصيت هنا هتلاقي في مطب، مش المطب اللي هو الهيد، لا ما بين التو هيدز، ربنا يشفي المرضى جميعا ويعافيهم يا رب. تمام، دي برضو من ضمن العلامات المهمه. العلامه الاخيره المهمه جدا 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 الحقيقه، وهي اسمها تريجرينج فينجر. يعني ايه تريجرينج فينجر؟ ربنا يشفي المرضى جميعا يا رب ويعافيهم. زي ما انتم شايفين هنا في حاجه اسمها بولي. البولي ديت فايبرس تيشو كده، بيضمن ان التندون وهو ماشي على الصباع يبقى لازق فيه، ما يبقاش بعيد عنه ولا حاجه، لا لازق فيه كده. المشكله ان المرضى بتوعنا مع الحركه الكتير والالتهاب اللي موجود في المفاصل والتينوساينوفايتس اللي عندهم بيحصل في التندون كمان الانفلاميشن، فبيبدا يحصل نوديول. شايفين النوديول ديت اهي؟ شايفين دي نوديول اهي. فهو يجي مثلا يتني في نوديول هنا، عايز يرجع، النوديول مش عارفه تعدي البولي ديت، فبالتالي يعلق صباعه، يحصل له لوكينج. طبعا ليه علاجات برضو، ممكن ان هو يعني يهدى بس شويه، وهتبدا يعني يهدى شويه كده والمفصل هيفك، يتحرك حركات بالراحه، بلاش الحركات العنيفه وقفله وفتح الايد الكتير. بتحصل معاهم مع فتحه وقفله الايد الكتير. لازم نتعلم الحاجات ديت عشان لو حد من اهليها عنده المرض ده لازم نرقف في حاله يعني. ربنا يشفي المرضى جميعا ويعافيهم. دي اسمها تريجرينج فينجر. طب ليه بقى ايه اللي بيحصل؟ ديفورميتي، خلل في شكل المفصل. تمام، تعال نشوف يا باشا خلل المفصل ده عامل ازاي. دول 3 اشكال للخلل اللي ممكن يحصل. الشكل اللي فوق اللي هو المالي فينجر ده مش عليكم، لكن برضو تعرفوه عشان العملي. طيب خلي بالك بقى، احنا بنعلق على ايه؟ احنا بنعلق على 3 مفاصل. المفصل ده التقاء الميتاكاربال بون مع الفالنجيس يبقى اسمه ميتاكاربو فالنجيال جوينت. المفصل ده بروكسيمال انترفالنجيال جوينت. المفصل ده ديستال انترفالنجيال جوينت. تمام. في اللي علينا في الكتاب دايما الميتاكاربو فالنجيال جوينت فليكسد، ده دايما عشان تكتبه كده. طيب الاختلاف بيبقى ما بين البي اي بي والدي اي بي، مره ده فليكسد والتاني اكستندد، ومره ده فليكسد والتاني اكستندد. طيب لو بصينا كده على دي اسمها رقبه البجعه. طبعا هتلاحظ ايه ده كده، البي اي بي هايبر اكستندد، بينما الدي اي بي بيبقى فليكسد، فعامل زي رقبه البجعه، معروفه طبعا البجعه او الوزه او كده. التاني ده اسمه بوتيونير دوت، هتلاقي فيه ايه؟ هتلاقي فيه فليكشن في البي اي بي، هنا ده كان اكستنشن في البي اي بي، لا هنا فليكشن في البي اي بي وهايبر اكستنشن او اكستنشن في الدي اي بي. طيب البوتيونير ده ليه اسم تاني وهو بوتون هول ديت، اللي هي شفت انت لما تيجي تزرر القميص وتدخل زرار في العروه، هي دي البوتون هول. طيب ممكن بقى دكتور يجي يسالك في العملي يقول لك قول لي كده يا ابني هو ليه اتسمى بوتون هول؟ فمعلش خلينا اشرح لك. الاكستنسور تندون بالنسبه لنا بيبقى متكون من اجزاء، جزء سنترال كده ماشي، وجزء لاترال كده. السنترال ده تمام اسمه سنترال سليب اهو، ماشي حلو. دي كده البروكسيمال فالنجيس، دي الميدل فالنجيس، دي الديستال فالنجيس، وهو ماشي هنا كده وماسك هنا في الميدل فالنجيس، واللاترال هو ماسك في الديستال فالنجيس. اللي بيحصل ان في التهاب في المفصل ده في البي اي بي ده فممكن انه يؤدي الى انجري او رابشر للسنترال سليب ديت. فلما تفرقع ايه اللي هيحصل؟ لما تفرقع المفصل دوت هيطلع لفوق بهذا الشكل، لان ما عادش فيه اكستنشن، فيطلع لفوق، فالتو لاترال سليب دول ينزلوا لتحت فيساعدوا المفصل انه يتني، ولما ينزلوا لتحت هيشدوا على الديستال دوت فيتشد اكتر فيبقى هايبر اكستندد. فعشان كده سموا هذه الحركه بوتون هول، وكأن المفصل دوت عامل زي الزرار بتاعنا اللي طلع من عروه القميص، وعروه القميص هنا مقصود بيها اللاترال سليب بتاعه الاكستنسور تندون. تمام، دي بس عشان تفهموها كده ليه اتسمى بهذا الاسم يعني. طيب ده كده اول 2. الماليه دوت زي ما انتوا كنتوا شفتوه يعني، هتلاقي ايه ان الصباع بيبقى مفروض كله عادي، لكن الديستال ده هو اللي بيبقى متني. ده اسمه زد شيب ثامب. تعالوا نشوفه كده شكله عامل ازاي وايه الديفورميتي دي. شكل الزد اهو، ده كده الميتاكاربو فالنجيال جوينت، اتفقنا دايما بيبقى فليكسد. هنا بقى ده ديستال ولا بروكسيمال؟ لا ده اسمه انترفالنجيال جوينت لانه هو واحد بس. تمام، بيبقى هايبر اكستندد، ده اسمه زد شيب ثامب، برضو خلل وديفورميتي في شكل الايد.
طبعا هنا الخلل شديد شويتين ثلاثه يعني، ربنا يعافينا جميعا. ممكن بقى يحصل ديفيشن يعني انحناء. طيب محتاج اقول لك شويه معلومات. اللي تحت هنا ده الريست بتاعنا، وهنا ده الميتاكاربوفالينجيال جوينت. ناحيه الصباع الكبير ده الريديوس، وناحيه الصباع الصغير ده الالما. هتلاحظ ان الصوابع على مستوى الميتاكاربوفالينجيال جوينت حصل لها النر ديفيشن، راحت ناحيه الالنا. بينما لو بصيت على الريست هنا بالذات واضحه، هتلاقي الريست مايل ناحيه الشمال، من ناحيه الريست مايل ناحيه الشمال، وبعدين عادل نفسه من الصوابع. يبقى بيحصل النر ديفيشن على مستوى الميتاكاربوفالينجيال جوينت، وبيحصل ريديال ديفيشن على مستوى الريست. مهمه مش تتلخبط فيها، اهي الصوره اهي قدامك، افتكر المنظر ده تمام. بيحصل ايه؟ ريست عنده ريديال ديفيشن، ميتاكاربوفالينجيال جوينت بيحصل النر ديفيشن. وحاجتين طبعا قلناهم، بروميننت النر ستايلويد بروسس، وحته الدروبد فينجر، نتيجه ان لما دي اللي هي الالنا دي اتحركت عملت رابشر وانجري للاثنين اكستنسور تندون بتوع 5 و4، فبداوا ان هم ينزلوا، وهنشوفهم كمان شويه. اهو بالشكل ده. شوف هنا شايف دول نازلين لتحت، ودروبد فينجر. ليه؟ ما عادش في اكستنشن، فالفليكشن شددهم لتحت يعني. دول طبعا سبكوتينيوس نوديول هنبقى نتكلم عليهم. ادي هنا شايف بروميننت النر ستايلويد بروسس. طيب اكسترا ارتيكولار فيتشرز، ودي اغلبها بيبقى نتيجه الاميون جلوبولين ديبوزيشن، لكن في ميكانيزمات اخرى هنتكلم عليها. نبدا كده فيهم واحده واحده. اول حاجه روماتويد نوديول. لا، الروماتويد نوديول ديت عباره عن ايه؟ عايزين نعرف الميكانيزم بتاعها. ده الشكل بتاعها طبعا زي ما شايفين، نوديول زهيت، ربنا يعافينا يا رب. عايزين نعرف الميكانيزم بتاعها ايه، السايت، النمبر، السايز، كونسيستنسي، ايه الكلينيكال امبورتنس بتاعتها. اول حاجه الميكانيزم بتاعها قال لك ان دي ليها علاقه باميون كومبلكس ديبوزيشن في البلاد فيزل، فيعمل فاسكولايتس. الفاسكولايتس ديت هتجيب حواليها، يعني لو في اميون كومبلكس ديبوزيشن يبقى في كومبلمنت اكتيفيشن، نجيب خلايا مناعيه يعملوا حاجه شبه الجرانيولوما كده، في النص في سنترال نيكروزس، وحواليها في فايبروز. حواليها في ايه؟ في فايبروز. طيب موجوده في 20 ل 25% تقريبا من العيانين. ده كده بالنسبه للميكانيزم. طب بالنسبه للسايت بقى، قال لك السايت هي بتحب الاكستنسور سيرفيس جدا، فتلاقيها مثلا على الالبو من ناحيه الاكستنسور سيرفيس، تلاقيها على البوني برومينانس البروز العظمي، لانها بريشر بوينت بيحصل عندها مايكرو تروما، فبتحفز حدوث ايه؟ حدوث المشكله المناعيه. احنا قلنا انه ممكن يبقى اكيوت اونست روماتويد من خلال فيزيكال تروما. ليه؟ بتحفز انتاج السلسله المناعيه. طيب النمبر بتاعها والله ممكن سنجل او مالتيبل عادي. السايز بتاعها يعني عادي فاريبل، لكنه بيظهر مع العلاج، لكن مش بتختفي بتفضل بصمه يعني. الكونسيستنسي بتاعتها بتكون فيرم، بتكون موبايل تمام، الا لو كان يعني التهاب شديد قوي ولزقت في العظم بقى نفسه. نيجي بقى للكلينيكال امبورتنس بتاع الروماتويد نوديول. فكر عشان تعرف تجاوب وتستنتج انت المعلومات. انا قلت لك الميكانيزم بتاعها ايه؟ اميون كومبلكس ديبوزيشن، يبقى كلينيكال امبورتنس انها اكيد مرتبطه مع سيرو بوزيتيفيتي، مرتبطه ان العيان دوت يبقى عنده اميون جلوبولينز، يبقى عنده اوتو انتي بودي موجوده في دمه. بالفعل قال لك ان هي تقريبا اكسكلوسيفلي، حصريا فقط في الناس اللي عندهم الروماتويد فاكتور موجود او الانتي سي سي بي موجود. تمام، وهنتكلم عنهم لسه قدام ان شاء الله. وده طبعا معناه ايه؟ معناه ان في اميون جلوبولينز كتيره، معناها ان في سيفير ديزيز، فدي مهمه يعني. بعد كده عندنا الانيميا. قبل ما نخش في الانيميا عايز اقول لك ان في شويه تفاصيل في الميكانيزم نفسه. عشان اشرحها لك لازم الاول اشرح لك التكوين ازاي، وبعدين نخش بعد كده في الميكانيزم عشان تفهمها بما يرضي الله. فاللي عايز اقوله لك، اعرف بس الحاجات ايه اللي بتحصل فيها، واجل الميكانيزم لوقته ان شاء الله لما ناخده في الهيماتولوجي، عشان يعني مش نزود وقت الحصه على شيء محدش هيسالك عليه. الانيميا هتلاقي هم كاتبين لك كده في الكتاب كلمتين، وكلمتين خايبين وحاجات داخله في بعضها، اكتبها زي ما انا بعملها كده بالظبط. ايه الميكانيزم بتاعها؟ انا عندي 3 انواع من الانيميا، يا اما حجم الخلايا زي ما هو نورموسيتك، يا اما صغرت مايكروسيتك، يا اما كبرت ماكروسيتك. الكلام ده اكيد انتوا عارفينه من الاكاديمي يعني كويس، واتكلمنا عليها في الرينال لو انتوا فاكرين، في كرونيك رينال فيلير. طيب سكيدي نبدا بالنورموسيتك. قال لك اشهر حاجه في هذا العيان تعمل نورموسيتك حاجه اسمها انيميا اوف كرونيك ديزيز. ازاي يا دكتور الانيميا اوف كرونيك ديزيز بتحصل؟ اجلها لو سمحت المدير البلاد، قصه سيتوكاين، وهتفهم وقتها ايش بتكسر الار بي سيز وايش بتقلل تصنيعها وحاجات كده. طيب ده اول سبب يعمل لك نورموسيتك انيميا في هذا العيان.
السبب التاني ان هذا العيان بياخد ادويه ممكن تعمل بوم مارو سبريشن، فما عادش فيه انتاج اصلا للار بي سيز، بيسموها ابلاستيك انيميا من الادويه. تالت حاجه ان ممكن لا والله بينتج ومفيش انيميا اوف كرونيك ديزيز، بس عنده تكسير زياده هيموليتيك انيميا. ليه ده؟ ليه عنده تكسير زياده؟ قال لك اصل السبلين بتاعه بيكسر الار بي سيز. ليه؟ هل ده في الطبيعي؟ لا، دي حاجه اسمها فيلتس سندروم، اجل الكلام عنها بس دقيقتين هنعرفها ان شاء الله سوا. دي اللي بيبقى فيها هيموليتيك انيميا نتيجه هايبر سبلينيزم، نتيجه السبلينوميجالي. طيب في حاجه ثالثه تانية اسمها مايكروسيتك. طب المايكروسيتك دي يعني في بالنا دايما معروفه مايكروسيتك ايرون ديفيشنسي انيميا اللي هي مع البلاد لوس، لكن في اسباب تانية زي برضو الانيميا اوف كرونيك ديزيز، هنعرف ان شاء الله انها بتعمل مايكروسيتك انيميا برضو بس في مكانها، والايرون ديفيشنسي انيميا. طب العين ده هينزف ليه؟ لانه بياخد ادويه زي الناين ستيرويد الانتي انفلاماتوري بتعمل جاسترايتس وممكن تعمل له مشاكل في المعده ويبدا ان هو ينزف. تمام، دي مهمه خالص. طب ماكروسيتك، دايما لو سمعت كلمه ماكروسيتك انيميا فكر في حاجه اثرت على الفوليك اسيد او اثرت على فيتامين بي 12. حلو، يا ده يا ده. طيب فيتامين بي 12 حاجه اسمها برنيشس انيميا، الانيميا الخبيثه دي. انتي بوديز بتطلع تهاجم جزء في المعده اسمه الباريتال سيلز، دي بتطلع حاجه اسمها انترنسيك فاكتور، المفروض ان هو بيمسك فيه فيتامين بي 12 عشان اعرف ان انا امتصه من الاكل بتاعي. فالمهم يعني دي هي فكره البرنيشس انيميا، بالتالي مش هعرف امتص فيتامين بي 12. طب ليه يا دكتور فيتامين بي 12 لما بيقل بيحصل ماكروسيتيك انيميا؟ يا عم اصبر عليها ان شاء الله هتفهمها في الهيماتولوجي كويس جدا. او نقصان الفوليك اسيد زي دواء هناخده ان شاء الله اسمه ميدوتريكسيت. ميدوتريكسيت فكرته انه بيعمل انهيبيشن لتصنيع الفوليك اسيد، مش عارف اشغل الفوليك اسيد. طب هو انا بحتاج الفوليك اسيد ده في ايه؟ بتحتاجه عشان تجدد الخلايا. طب هو ايه لازمه الدواء ده في العلاج بتاعنا في المناعه؟ ما انت بتديه عشان توقف تكاثر الخلايا بتاعه المناعه، بس للاسف زي ما بتوقف تكاثر الخلايا بتاعه المناعه والبروليفريشن بتاعها، بتوقف التكاثر بتاع الخلايا المتجدده في جسمك زي الجلد والميوكاس ممبرين والشعر، وكذلك برضو البون مارو. فبالتالي العيان دول ممكن يشتكوا من ايه؟ يشتكوا من انيميا، ممكن يشتكوا من قرح كتيره بتحصل لهم ريكارنت ألسر سواء بقى في ميوكاس ممبرين او كده، الجلد بتاعهم يقشر، الحاجات ديت. ربنا يشفي المرضى جميعا ويعافيهم. ده كان بالنسبه للانيميا. يعني مهم جدا انك برضو تعرف ان النورموسيتيك انيميا مرتبطه بالديزيز اكتيفيتي، بالذات لو معاها ثرومبوسايتوز. ليه؟ لان لو معاها ثرومبوسايتوز معناها ان ده اكيوت فيز رياكتنت، معناها ان في ديزيز اكتيفيتي زيه زي الاي اس ار والسي ار بي. طيب بعد كده الليمف نود. قال لك الليمف نود والله ممكن تكبر عادي. الميكانيزم بتاعها ايه؟ قال لك سيتوكاين اكتيفيشن ادى ان حصل هايبربليجيا في الليمف نود ديت وبروليفريشن وكده، فبتكون سوفت وموبايل ونان تندر عادي جدا ما فيهاش مشكله. لكن خلي بالك المفروض انها ما تفضلش على طول في ليمفادينوباثي. لو في بيرزيستنت ليمفادينوباثي لازم 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 تستبعد عند هذا العيان انه مش دخل في نون هودجكن ليمفوما. طب ايه الميكانيزم اللي دخله في ليمفوما؟ الله اعلم، مش معروف، بس وجدوا ان العيان دول ممكن يخشوا فيه، بيزيد الريسك عندهم فيه. فلو لقيت في بيرزيستنت ليمفادينوباثي لا، اقف كده شويه وابدا افحص الليمف نود ديت. تمام؟ طيب ايه بقى الفيلتس سندروم ديت اللي اتكلمنا عليها، اللي هتلاقوا برضو بيقول لك فيها ليمفادينوباثي وحاجات كده؟ يعني ايه بقى الفيلتس سندروم ديت؟ ايه الميكانيزم بتاع الفيلتس سندروم؟ قال لك بيحصل اميون كومبلكس ميدييتد سبلينوميجالي. يعني اميون كومبلكس بيروح للسبلين يترسب جواه وسيتوكاين وبتاعات، يقوم جاي مضخم السبلين يبدا ان هو يكسر ويحبس خلايا الدم. حلو. فطبيعي طالما قلت اميون كومبلكس يبقى عنده سيرو بوزيتيف، اكيد سيرو بوزيتيف مش هيبقى حاجه ثانيه. بنجمعها في كلمه سانتا اس 4 سبلينوميجالي. السبلينوميجالي دوت هيكسر خلايا الدم الحمراء فيعمل انيميا. من انهي نوع يا ترى؟ من النورموسيتك نورموكروميك. يبقى سانتا الان 4 نيوتروبينيا او الليكوبينيا عامه، انه هيكسر برضو كرات الدم البيضاء. تمام. التي 4 ثرومبوسايتوبينيا، ما هو هيحبس برضو البليتد، وانا هفهمكم ان شاء الله في موديول الهيماتولوجي حته يحبس ويكسر وكده، هنفهمها في الاسبرين ان شاء الله. في فرق ما بين الاثنين طبعا كبير جدا في الفانكشن. واخر حاجه ارثرايتس. بس خلي بالك الارثرايتس في الفيلتس سندروم بتكون سيفير، عشان كده ليه اسم تاني اسمه سوبر روماتويد ارثرايتس. لو حد سالك مين السوبر روماتويد ارثرايتس، هو الفيلتس سندروم. جميل. ده كده الليمفادينوباثي. بعد كده عندها الاوستيوبروسس. طب ما هشاشه العظام دي احنا قلنا ممكن تحصل في بدايه المرض، بس حوالين المفصل المتاثر نتيجه الاوستيوكلاست اللي طالعه والسيتوكاين اللي طالعه والقصه والحكايه. لكن ليت في الديزيز مع اللونج ستاندنج روماتويد ارثرايتس العيان بيبقى عنده جنرالايزد اوستيوبروز. طب ليه جنرالايزد؟ لثلاث اسباب. اول سبب العيان مش قادر يتحرك، بتيجي بقى ايه، خلاص مفصلي وجعاني مش عارف ايه، ونايم في السرير وقاعد وبتاع، فالعضو الذي لا يستخدم يضمر، قاعده عامه على طول. الحاجه الثانيه في ادويه بياخدها زي الكورتيكوستيرويد مثلا بتعمل اوستيوبروزس، هناخده ان شاء الله في الاندوكراين. الحاجه الثالثه السيتوكاين نفسها اللي بتطلع بتعمل برضو اوستيوبروزس، فلما يبقى سيستميك في الجسم كله هتعمل مع الوقت جنرالايزد اوستيوبروزس. بعد كده التاثير على الاي. طبعا انتوا مش درستوا رمد لسه، هتدرسوه الترم ده، فعايزين ناخد كلمتين بس عنهم من غير زياده. يعني انا بحب دايما نبعد عن التعقيد، نفهم بس الحاجات اللي تستاهل الفهم.
ده تركيب العين، هتعيشوا فيه تركيب العين. انتوا متخيلين تركيب العين اللي قدامكم ده؟ يعني أنا بخرج على الدرس دلوقتي، الحته دي فيها حوالي في الرمد 17 شابتر مثلا، سبحان الله. الحته الصغيره اللي قدامكم دي. المهم انتوا هتعرفوا ان العين بتتكون من 3 طبقات. الطبقه الخارجيه منها هي طبقه تعتبر شفافه، يعني تقريبا شفافه، غالبا شفافه، اللي هي الكورنيا، دي اول طبقه اللي هي القرنيه، ودي بتبقى شفافه خالص. وفي الملتحمه اللي بتبقى ماشيه على بياض العين، بتبقى برضو شفافه او شبه شفافه. دي الطبقه الخارجيه خالص. حلو. الطبقه دي بتبقى افاسكولار، مش وصل لها دم اصلا، تمام، وبتحتاج انها تتغذى بدموع العين وبالهواء والكلام دوت. طيب، فدي مهمه جدا يعني. تحتها بقى في طبقه اسمها سكليرا، اللي هو بياض العين اللي احنا عارفينه. العيان بتاعنا دوت ممكن يبقى عنده فاريانت من روماتويد ارثرايتس، مش هنتكلم عليه النهارده ان شاء الله، هتكلم عليه باذن الله مع حصه الجوفينايل ايديوباثيك ارثرايتس او الجوفينايل روماتويد ارثرايتس، اسمه الجوجرن سندروم. الجوجرن سندروم ده ممكن يحصل لوحده او يحصل مرتبط مع امراض مناعيه اخرى زي الروماتويد ارثرايتس وامراض اخرى هنعرفها ان شاء الله. المهم بقى، الجوجرن سندروم ده بيبقى فيه انتي بادي، على طول انتي بادي، مش بقول حاجه تانية، بتهاجم جلاندز زي لاكريمال جلاند بتاعه الدموع، وساليفري جلاند بتاعه اللعاب. فالمرض ده بيمتاز باي دراي ماوث اند دراي اي. دراي ماوث اند دراي اي. دراي ماوث ليه؟ لان مفيش سلايفا. دراي اي ليه؟ لان مفيش لاكريميشن، مفيش دموع، مفيش تيرز. طيب، فالمهم لو العيان بتاعي ده روماتويد مع جوجر هيبقى عنده دراي اي. ودراي اي انا لسه قايل لك الاستراكشر دي فاسكولار، بيحتاج تغذيه من الدموع اللي بتبقى قدامها، ومحتاجه ترطيب من الدموع اللي قدامها، فبالتالي يحصل التهاب في القرنيه والكونجكتيفا اسمه كيراتو كونجكتيفايتس. التهاب هتحسوها صعبه في الاول بس هتتعودوا عليها مع الوقت يعني. كونجكتيفا اللي هي الملتحم. بس يقول لك ضاف كلمه كده، قال لك سكه. ايه سكه ديت؟ يعني دراي، نتيجه ان هو دراي اي. يبقى كيراتو كونجكتيفايتس سكه دوت اللي هو ايه، بتاع الجوجر سندروم. طيب، في بقى حاجه عندك اسمها ايبسكليرايتس وحاجه اسمها سكليرايتس. تقول لي يا دكتور يعني سكليرايتس مفهومه، التهاب في السكليرا اللي هو بياض العين يعني. ايه ايبسكليرايتس ده؟ وجدوا ان الاوتر موست بارت بتاع السكليرا اسمه ايبسكليرايتس، تعرفوها في الرمضان ان شاء الله. لو حصل فيها التهاب، ده التهاب بيبقى كومن وسيلف ليميتنج وعادي ما فيهوش مشكله. لكن السكليرايتس بقى لا، دي بتبقى خطيره للاسف، وممكن تبقى المها شديده وممكن تهدد العين نفسها. فالسكليرايتس خطيره، الايبسكليرايتس لا عاديه ما فيهاش مشكله. طب ايه الميكانيزم بتاعها؟ اميون ميدييتد، اميون كومبلكس ميدييتد، بس فاسكولايتس سهله خالص مش فيها مشكله. بعد كده هنتكلم عن الريسبيراتوري مانيفستيشن. انا قلت هنا ريسبيراتوري مش لانج ليه؟ لان الريسبيراتوري بيتكون عندي من حاجتين، اول حاجه البلورا، وتاني حاجه البالمونري اللي هو الرئه نفسها. البلورا ممكن يحصل فيها ايه؟ يحصل فيها ايتس، يحصل فيها افيوجن. ما هو الايتس هيؤدي الى افيوجن. طب ايه الميكانيزم بتاعها؟ قال لك الميكانيزم هو اميون كومبلكس ميدييتد فاسكولايتس، نفس القصه والحكايه، يترسب ويزود البرميابيليتي في الفيزل ويبدا ان هو يعمل اكزيوديتيف سترايل اكزيوديتيف بلورا افيوجن. هنتكلم عليه ان شاء الله في موديول الشيست الترم ده. طب بالمونري على مستوى اللنج ممكن يعمل ايه؟ قال لك ممكن ان هو يبدا يعمل فايبروزز اسمه انترستيشال لانج ديزيز. خلي بالك في فرق ما بين البالمونري فايبروزس وما بين الانترستيشال لانج ديزيز. كلمه انترستيشيم يعني الانسجه اللي ما بين الالفيولاي، اللي بره الالفيولاي. ده مرض بيحصل فيه التهاب في الالفيولاي، ونتيجه الالتهاب دوت بيطلع سيتوكاين تتخن الوول بتاع الالفيولاي، وكمان ترسب فايبرس تيشو حوالين الالفيولاي. بس الفايبروزس فين؟ بره الالفيولاي. ده مهم قوي، اسمه انترستيشال لانج ديزيز، بيحصل هنا. ده مهم، وبيحصل مع امراض تانية كتيره جدا جدا جدا. طيب، يبقى ده اول حاجه. الحاجه التانية، ممكن تلاقي شويه نوديولز. شفت انت الروماتويد نوديول اللي بتيجي في الجلد؟ تيجي هنا برضو. ما هي ممكن انها تيجي في الجلد، وممكن تيجي في الرئه، وممكن تيجي في القلب، وممكن تيجي في اماكن كتيره جدا 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 هنعرفها ان شاء الله. مع كل حاجه اقول لك ايه، في روماتويد نوديول هنا، في روماتويد نوديول هنا. في بقى فاريانت مهم شويه من اللي هو الروماتويد ارثرايتس، بيبقى برضو سيرو بوزيتيف. الفاريانت ده اسمه كابلانز سندروم، بيبقى عباره عن 3 حاجات. عباره عن روماتويد نوديول في الرئه، وعباره عن روماتويد ارثرايتس، وعباره عن حاجه اسمها نيموكونيزيس هنعرفها ان شاء الله في موديول الشيست. النيموكونيزيس ده بيجي مع الناس اللي هم عمال مناجم الفحم، بيبداوا ان هم ياخدوا اللي هو الدست، الغبار بتاع الفحم دوت، ويبدا ان هو يخش للرئه، يعمل فيها انفلاميشن وكرونيك انفلاميشن وسيتوكاين تطلع، سيتوكاين تعمل فايبروزز وهكذا. لو كان اسوشيتد مع روماتويد ارثرايتس هيبقى اسمه كابلانز سندروم. يبقى احنا عرفنا 2 سيرو بوزيتيف فاريانت للروماتويد ارثرايتس النهارده، عرفنا الكابلانز سندروم وعرفنا الفيلتز سندروم. هيفضل لنا ان شاء الله الجوجر نعرفه بعدين. زي ما اثر على اللنج هياثر برضو على الهارت. طب ما الهارت ده نفس الكلام، فيه بيريكارديوم وفيه مايوكارديوم واندوكارديوم. البيريكارديوم هيعمل فيه ايتس، نفس الكلام، بيريكاردايتس برضه وافيوجن واميون كومبلكس والكلام ده. طب المايو والاندو بقى هيعمل فيها روماتيك نديول في الكوندكتنج باث واي، وده يؤدي ممكن لهارت بلوك.
وممكن يعمل اريثميا بميكانيزمات اخرى بقى، فاسكولايتس وحاجات كده. وكمان هيعمل حاجه اسمها نون انفكتيف اندوكاردايتس. فاكر البكتيريا الاندوكاردايتس اللي حكيناه والانفكتيف اندوكاردايتس اللي حكيناه في الكارديو؟ هنا بقى بيحصل نون انفكتيف اندوكاردايتس نتيجه هجوم مناعي على بطانه القلب، ممكن يعمل مايترال ريجرش. خلي بالك اشهر هارت مانيفستيشن واشهر لانج مانيفستيشن هو بيلوريسي اند بيريكاردايتس. دول اشهر اكيوت لانج وي هارت مانيفستيشن. طبعا في حاجات تانية مش مكتوبه عندك، اللي هو النيورو ماسكولار والرينال والليفر، يعني اقول لك بس عنهم كلمتين. نيورو ماسكولار اعرف ان بيحصل بريفرال نيوروباثي، قلناها في النيورو من خلال الفاسكولايتس اللي ياثر على الفازا نيرفوزا اللي بتغذي الفيزل، فبالتالي يؤدي الى يعني بولي نيورايتس او اللي هو مونيورايتس مالتيبلكس. ده تعرفه كده بس على جنب. وطبعا الكاربال تانل سندروم. تعرف مثلا في الرينا ان في حاجه اسمها اميلويدوزس بتحصل مع الروماتويد ارثرايتس، ممكن وتؤدي الى نيفروتيك سندروم، وهنشرح الاميلويدوزس. تعرف الهيباتيك ان ممكن الادويه اللي العيان بياخدها تعلي انزيمات الكبد، فلازم تتابع انزيمات الكبد للعيان بتاعك. بعد كده الانفستيجيشن بقى. اول حاجه لابوراتوري، هتعمل سي بي سي، هتلاقي فيها ايه بقى؟ الثرومبوسايتوبينيا في الفلتي ومش عارف ايه، لكن لا تنسى الحاجات اللي قلناها كلها. لا تنسى ثرومبوسايتوزس في حالات السيفير بتاع الديزيز اكتيفيتي كاكيوت فيز رياكتنت. اي اس ار وسي ار بي دي طبعا بتكون عاليه نتيجه ان في انفلاميشن اصلا، وكل ما عليت اكتر معناها ان في ديزيز اكتيفيتي زياده. روماتويد فاكتور الانتي بادي اللي هو الاي جي ام، اي جي ام بيطلع يهاجم اي جي جي، سبحان الله، ما هو حاجه غير طبيعي، اي جي ام بيهاجم الاي جي جي، هو ده الروماتويد فاكتور. هتلاقي عندك كلمتين في الكتاب اللي هو ايه، بيتحضر بطريقه اللاتكس والروز وولر، يا عم فكك من الكلام ده كلام ملوش لازمه يعني. المهم بالنسبه لي ايه قيمه الروماتويد فاكتور؟ قال لك الروماتويد فاكتور ده مودريت تو هاي سنسيتيفيتي، يعني لو طلع نيجاتيف بنسبه كبيره العيان ده ما عندوش روماتويد. بس خلي بالك في 20% من العيانين او 25% من العيانين بيبقى عندهم حاجه اسمها روماتويد سلبي، هنتكلم عليه ان شاء الله في برضو يعني التجميعه في اخر كده الجيفينايل ايديوباثيك روماتويد ارثرايتس ان شاء الله. فهو السنسيتيفيتي بتاعته ايه يعني؟ كويسه نوعا ما، مش اعلى حاجه لكنها كويسه نوعا ما. طيب خلي بالك برضو انه ممكن يبقى عالي في حاجات تانية، عشان كده هو مش سبيسيفيك، عشان كده مش سبيسيفيك. لو طلع بوزيتيف مش معناه ان عنده روماتويد ولا حاجه، لانه ممكن يبقى عالي في السيستميك لوبس والسكليروديرما والهيباتيتس سي فيروس كرايجلوبينيميا هنقولها في الفاسكولايتس والجوجرن سندروم كمان. خلي بالك برضو ان هو ريليتد للديزيز اكتيفيتي، يعني كل ما كان التتر بتاعه عالي، التتر دوت اللي هو الكونسنتريشن بتاعه عالي، كل ما كان الديزيز اكتيفيتي اعلى. بعد كده عندنا في اللابوراتوري حاجه اسمها الانتي سي سي بي، والانتي سي سي بي ده بيهاجم ايه؟ بيهاجم الستريولين بروتين اللي اتغير في بروتينات كتيره جدا. حلو. طيب من حيث السنسيتيفيتي بتاعته ضعيفه شويه، يعني غيابه مش ينفي المرض، لكن هاي سبيسيفيك 97% من الحالات. يعني ايه 97% من الحالات؟ يعني لو في حاله اتشخص هو بيها بنسبه 3% بس هيبقى غلطان، لكن بنسبه 97% هيبقى عنده روماتويد ارثرايتس، على خلاف طبعا الروماتويد فاكتور مختلف خالص يعني. فخلي بالك بقى الانتي سي بي ده هايلي سبيسيفيك لو سنسيتيف، انا شرحت الكلام ده في المقدمه، ولكن الروماتويد فاكتور مودريت تو هاي سنسيتيف بط لو سبيسيفيك، ده مهم خالص. خلي بالك ان الانتي سي بي ده ممكن يظهر في الدم قبل بدايه المرض، يعني في حاجه اسمها بري كلينيكال فيس، وبقت دلوقتي طرق التشخيص الجديده بتحطه فيها، يحطه في الكرايتيريا بتاعتها. طيب مرتبط طبعا بالديزيز اكتيفيتي، كل ما زاد التتر بتاعه معناها الديزيز اكتيفيتي بيكون عالي، وممكن تقريبا في 70% من مرضى الروماتويد. طيب بعد كده عندنا الايميجنج، هتعمل ايميج على ايه؟ على المفاصل المتغيره، الا على الهاند مثلا. طب تعال نشوف دوت كده، دي صوره، ادي النورمال هاند وادي الروماتويد ارثرايتس. عايزك واحده واحده كده عشان تفهم الصوره فيها ايه. هنا في النورمال هاند انت مش بتبص بس على العظم، شايف المسافات اللي بين العظم؟ ما دي فيها سوفت تيشو، السوفت تيشو هنا الدنستي بتاعته الكثافه بتاعته مش عاليه ولا حاجه، لكن هنا لا ده منور قوي لانه في انفلاميشن وسويلنج وهايبربليجيا وهايباتروفي، فده برضو سوفت تيشو افكشن. لو انت بصيت هنا مثلا هتلاقي ايه؟ العظم عادي متناسق فوق بعضه، هنا ده العظمه دي سابت العظمه اللي تحتها، وطبعا واضح قوي الالنر ديفيشن على مستوى الميتاكاربوفارينجيال جوينت. واضح هتلاقي برضو هنا كده شويه في اللي هو البيري ارتيكولار اوستيوبروزس، وهنا واضح طبعا الانفلاميشن نفسه يعني. بس هي الحاجه دي الحاجات يعني اللي ايه هتشوفها. تمام. طيب دي بقى الكرايتيريا بتاعه التشخيص، دي طبعا سؤال امتحانات 100% قولا واحدا، بينزل في الامتحانات كتير جدا 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 جدا، ولازم سيادتك كدكتور تعرفها. دي اللي هو ان انا العيان اللي جاي لي دوت اقول ده عيان روماتويد ارثرايتس. هي دي كرايتيريا قديمه، في كرايتيريا اجدد، الاثنين موجودين في الداتا. كتاب السنه اللي فاتت كان فيه الكرايتيريا دي بس، لكن احنا هناخد الاثنين كده على السريع، والاثنين شبه بعض يعني مش في اختلافات قوي.
لكن اللي عايزك تحفظه هي دي، لانها دي اللي كانت موجوده في الكتاب، غالبا دي اللي هتبقى موجوده برضو في الكتاب السنه دي. عشان تحفظها هم 7، هنقسمهم بهذا الشكل 3. اول حاجه 4 اس اللي فوق، وبعدين واحده اكسترا ارتيكولر، وبعدين 2 في المعمل او 2 انفستيجيشن. طيب الاربعه اس دول ايه؟ اول اس فور سايت، المكان. الجوينت افكشن ده فين؟ الارثرايتس دي فين؟ المكان بتاعها فين؟ قال لك ياخد بوينت اهو، ياخد بوينت لو الارثرايتس في الهاند والريست جوينتس، ياخد بوينت. طيب يبقى دي اول حاجه السايت. تاني حاجه السايز. السايز مش مقصود بيها حجم الجوينت، وانما عدد الجوينت. السايز يعني عدد الجوينت المتاثر، حجم الجوينت المتاثر. 3 او اكتر جوينت اريا اللي الدكتور بيشوفه، يبقى 3 أو مفاصل او اكتر، 3 مفاصل او اكتر. طيب بعدين اس فور سيمتريك، الناحيتين زي بعض، واس فور مورنينج ستيفنس. دي بوينت دي بوينت دي بوينت دي بوينت. الاكسترا ارتيكولار هو الروماتويد نوديول، لان هي طبعا معناها خلاص دي روماتويد فاكتور وانتي سي سي بي وسيفير ديزيز وسيرو بوزيتيف والحاجات دي. لو كان عنده بوزيتيف سيرم روماتويد فاكتور طبعا هتلاقي دي قديمه ليه، مش فيها حتى الانتي سي سي بي. وراديولوجيكال تشينجز على مستوى الهاند والريست راديوجرافي اللي احنا شايفينها، يعني اللي هو ايروجن او جاكستا ارتيكولار اوستيوبينيا اللي هي الاوستيوبروزز يعني. طب امتى اقول عنده روماتويد ارثرايتس؟ لو واخد على الاقل 4 من ال7 اللي فوق دول. بس خلي بالك لو هو واخد نقطه من 1 إلى 4، اي نقطه في دول تبقى العرض مستمر على الاقل 6 اسابيع، 6 اسابيع او اكثر. دي مهمه قوي عشان هحتاجها في اخر الحصه ان شاء الله. يبقى العرض يكون مستمر 6 اسابيع او اكثر على حسب وصف المريض يعني. طيب دي كده الكرايتيريا، وسهله الحفظ. 4 اس، واحده اكسترا ارتيكولار، و2 في اللي هو الانفستيجيشن. دي بقى اللي هي الاحدث شويه. بص بقى حطوا فيها ايه. اول حاجه قال لك تشوف السوولن والتندر جوينت، المفاصل المتاخده دي تعدها وتشوف هو مفصل مثلا وسط او كبير، وعرفوا المفاصل الكبيره هتبقى ايه، زي الشولدر بقى والني والانكل والهيب والحاجات ديت، وعرفوا المفاصل الصغيره، مفاصل الايد ما عدا طبعا معاك الدي اي بي ده مش معاك. الفيرست ميتاكاربو ميتاكاربال جوينت اللي هو اللي هنا ده، الفيرست ميتاكاربو اللي هو الكاربو ميتاكاربال جوينت، والفيرست ميتاتارزوفارينجيال جوينت اللي هو بتاع الجوت اللي هناخده ان شاء الله مع الجوت. دي حاجات اضافيه مش عليكم يعني، بس عشان بس ايه الشيء بالشيء يذكر يعني. دي اي ما غيرهم ده سمول جوينت في اللي هي المفاصل الصغيره ديت والريست والحاجات ديت يعني. تشوف هو واخد كام وتدي له بوينت بتاعته يعني. تشوف السيرولوجي لو ما فيش روماتويد فاكتور ولا انتي سي سي بي. طب شوف مثلا لو لو بوزيتيف يعني التتر ضعيف، التركيز مش قوي. طب لو التركيز عالي. طب الديوريشن بتاع الساينوفايتس على حسب وصف المريض، يقول لك والله انا الالم المفصل ده قعد معايا المده اطول مده قعد معايا كانت 6 اسابيع 7 اسابيع 10 اسابيع وهكذا، على حسبها تديله نقطه. تشوف الاكيوت فيز رياكتنت الاي اس ار، لو هو والسي ار بي نورمال بتديله 0، لو واحد فيهم عالي بتديله 0.1. ومحتاج ان العيان ياخد 6 فاكثر بوينت عشان تقول انه عنده روماتويد ارثرايتس. ماشي يعني، دي مش لازم تحفظوها قوي يعني، بس الشيء بالشيء ايه يذكر. في برضه حاجه جميله قوي دي اللي عايز يتعلمها، حاجه اسمها ديزيز اكتيفيتي سكور. هي لطيفه وجميله وما زال في دكاتره بيعتمدوا عليها، لكن في حاجه احدث دلوقتي يعني بوست جرادويت يعني شويه، مش عليكم قوي، بس دي اللي عايز يقرا عنها اسمها ديزيز اكتيفيتي سكور. ممكن نتكلم عليها في جزء الاكسترا ان شاء الله يعني لو ربنا قدر. طيب بعد كده عايزين نتكلم على المانجمنت. والحقيقه المانجمنت يعني هو الكتاب عندنا مختصر فيه جدا، وانا برضو مش عايز ان احنا نزود فيه ونفتح على نفسنا كلام وكده، لا احنا هناخد الكلمتين ببساطه كده ونفهم الدنيا ايه، ونعرف شويه تريكات كده بسيطه لحياتنا العمليه، وشكرا على كده. بالعقل والمنطق كده، انا ايه الهدف من المانجمنت اللي انا هعمله؟ ايه الهدف ان انا بعالج اي مرض في الدنيا؟ اكيد ان انا عايز اقلل السيمتوم، اكيد ان انا عايز اوقف المرض دوت. فانا عندي هدفين اساسيين، ان انا ادي علاج سيمتوماتيك تمام ملوش علاقه بالديزيز باثولوجي، وانما بس عشان اقلل السيمتوم. طب ايه السيمتوم اللي عند العيان؟ والله عنده جوينت سويلنج وبين، يبقى اكيد الفيرست تشويس بالنسبه لي هو اللي بيتارجت البين باثوي، اللي بيتارجت البروستاجلاندين. افتكر بقى الباثوجينيسيس، ما انا قلت هترتاح معايا فيها لو انت كتبتها، وهو النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري، ايبوبروفين بقى والحاجات ديت. طيب ودي هي الفيرست دراج اوف تشويس في حاله البين كنترول. طب فرضا ان هي فشلت، اديتها العيان برضو ما استجابش، محتاج ادي حاجه اقوى بقى اللي هو الاستيرويد. ده السكند بالنسبه لي، جلوكوكورتيكويد، دوز صغيره واديها العين، وممكن كمان احقنها في المفصل لو الالم شديد بقى والدنيا شديده قوي. لكن الحقيقه الاستيرويد الاستخدام بتاعها بتستخدم اكتر ككوبري. تقول لي يعني ايه كوبري يا دكتور؟ اقول لك اتقل عليها وهتفهمها، بس اعرف كلمه كوبري بريدج ديت وهتفهمها. كده كده هقرا معاكم العلاج من الكتاب يعني، ما تقلقوش، بس امشوا معايا واحده واحده كده. الجزء التاني من العلاج هو الحاجات اللي بتارجت الديزيز بروسيس. طب هو ايه الديزيز بروسيس؟ السيتوكاين.
مش قلت لك السيتوكاين؟ مش قلت لك السيتوكاين دي المايسترو بتاعنا تيومر نيكروز فاكتور الفا؟ يبقى انا عايز حاجه تارجت المناعه ديت، تارجت الديزيز باثولوجي ده، حاجه اسمها دي ماردز، ديزيز موديفاينج انتي روماتيك ديزيز، ديزيز موديفاينج انتي روماتيك، زي الديزيز موديفاينج بتاعت ايه الهارت فيلير كده. طيب الديمارد، الديمارد انواع كتيره حقيقه، بتنقسم الى حاجه اسمها سينثيتك ديمارد وبيولوجيكال ديمارد. والسينثيتك ديمارد بتنقسم الى حاجه اسمها كونفنشنال اللي هي التقليديه، وحاجه اسمها تارجت انها بتهاجم حاجه معينه، بتهاجم سيتوكاين معين يعني. وبعد كده البيولوجي بينقسم الى بايو اوريجينال وبايو سيميلر. اللي يهمك في الحاجات دي يا باشا انك تعرف ان في حاجه اسمها بيولوجيكال ديمارد وحاجه اسمها كونفنشنال ديمارد، ده اللي يهمك بس. يبقى عندها حاجه اسمها كونفنشنال، حاجه اسمها اللي هو التارجت، وحاجه اسمها بيولوجيكال. طب التارجت دي احنا مش هنتكلم عليها اصلا يعني، هي حاجه اسمها جاك انهبيتور، اللي عايز يبحث عنها يبحث يعني، بس هي مش معاكم خالص في الكتاب وانا مش هشغلكم بيها يعني. طيب نبدا اول حاجه بالكونفنشن لان دي اهم حاجه. اول واهم واحد معانا هو الميثوتريكسيت، ده الفيرست اصلا، الفيرست ديمارد اللي هبدا بيه، والديمارد دي لازم ابداها as soon as possible عشان اعالج البيشنت واوقف تقدم المرض، لان دي بتارجت الديزيز باثولوجي، فبالتالي انا هوقف فيها المرض، فلازم ابداها بسرعه جدا جدا جدا. فده الفيرست تشويس بالنسبه لي. لكن مشكلته انه ليه سايد افكت. ميثوتريكسيت ده اتفقنا ان هو انتي فوليك، فبالتالي بيوقف انقسام الخلايا المناعيه وبيوقف باقي انقسام الخلايا، بيأثر على الليفر، ممكن على الانزيمات، بيأثر على اللنج، ممكن يعمل انترستيشال لنج ديزيز، تمام؟ فبرضه له مشاكل، لكن هو الفيرست. طب فرضا انا اديته والعيان ما استجابش، ببدا اضيف حاجات اخرى للعيان. برضه من الحاجات اللي لازم تعرفها حاجه اسمها ليفلوناميد. ليفلوناميد دوت برضه يعتبر خيار كويس. اسمه في السوق في مصر اسمه افارا، اسمه في السعوديه ارافا، تمام؟ يعني افارا وارافا. ليه اسم تجاري تاني اسمه ارت فري. حلو، انا لسه هتكلم على فكره على جرعه الميثوتريكسيت بالتفصيل، وهنعرف ازاي بنمشي فيها، بس عايزك تعرف شويه اسماء يعني. برضه من ضمن الاسماء هتلاقي مكتوب عندك في الكتاب الانتي مالاريال دراج، زي الهيدروكسيكلوريكين مثلا اللي هو البلاكونيل. ده برضه من ضمن الادويه اللي ليها تاثير على المناعه. طبعا انت هتقول لي طب الميثوتريكسيت انا فهمت تاثيره على المناعه ازاي، عن طريق ان هو بيضاد الفوليك. طب الليفلوناميد، طب الانتي مالاريال دراج، طب السلفاسلازين اللي مذكوره عندك في الكتاب، كلها بتشتغل على المناعه بطريقه ما، مش مهم بقى تشغل نفسك بيها، بتنظم المناعه وتقلل الاستجابه المناعيه. حلو، فعشان كده خلي بالك كلهم برضه بيقللوا المناعه شويه. فمن التركات المهمه، ما ينفعش وانت بتوصف لعيانه ميثوتريكسيت مش تقول لها خلي بالك يا ماما لو جالك دور برد وقفي حقنه الميثوتريكسيت، ده اساسي، ده اساسي، او وقفي حبوب الميثوتريكسيت، او وقفي الاسترويد اللي بتاخديها. ماشي، ده حاجه اساسيه لازم توقفها، لازم توقفها. لو انت اديتها لها انت كده هتقتلها، لو صنعت عليها ممكن هتقتلها، لان انت بتضعف المناعه وقدام اورجانيزم جديد داخل. البيولوجيكال طبعا حاجات يعني ايه كتيره شويه هنبقى نقراها مع بعض ايه في الكتاب، هي حاجه رائعه جدا وحديثه جدا، وبتارجت مثلا تيومر كروز فاكتور الفا، انترلوكين 1، انترلوكين 6 وهكذا، التي ليمفوسايت. لكن المشكله انها غاليه جدا، فعشان كده انا بستخدمها لو الديماردس فشلت. لو الديماردس فشلت خلاص يا عم انا هخش على البيولوجي، لكن ما ببداش بيها طالما الديمارد شغاله. ده كلام اساسي جدا جدا جدا. خد بالك لان هي غاليه، وطالما بدات انت هتستمر عليها، فيعني محتاجه يعني ايه حد يكون حالته الماديه كويسه. ده بقى حاجه رائعه جدا الحقيقه، انا حابب ان احنا نتكلم عليه وهنكمله ان شاء الله، واحنا بقى بقرا معاكم العلاج من الكتاب. بيقول لك لو حاله جات لك نيو دايجنوزس لروماتويد ارثرايتس، هتبدا معاها حاجتين، ميزوتريكسيت وبريدنيزولون اللي هو الكورتيزون يعني، لمده قد ايه؟ لمده 12 اسبوع. هتلاقي الكتاب بيقول لك يعني ايه ان الميزوتريكسيت بيحتاج عشان يشتغل من 4 ل 6 اسابيع، في كتب قالت لك من 6 ل 8، يعني عادي يعني. الفكره بقى في ايه؟ انت بتبدا بجرعه كورتيزون معينه وليكن 30 مللي جرام، حلو، وكل اسبوعين بتقلل 5، كل اسبوعين بتقلل 5، دي الجرعات اللي بتشتغل بيها 30 مللي جرام، كل اسبوعين تقلل 5. يبقى عشان توقف 30 مللي جرام محتاج كام اسبوع؟ فكر، ال 30 على 5 6، يعني انت محتاج تقلل الجرعه 6 مرات، بس انت بتقللها كل اسبوعين، يبقى 6 في 2 يبقى 12 اسبوع. انت بتقللها خلال 12 اسبوع بالشكل ده، 30 بعد اسبوعين 25 بعد اسبوعين 20 بعد اسبوعين 15 بعد اسبوعين 10 بعد اسبوعين 5 بعد اسبوعين خلاص، تمام؟ دي فكره ان هو بيبقى بريدج ثيرابي. الميزوتريكسيت بيحتاج وقت عقبال ما يشتغل 4 6 اسابيع. طب ساعتها العين وهو بياخده مش بيستفيد منه، لانه بيشتغل على الخلايا الجديده اللي لسه بتنقسم، تمام؟ مش الخلايا اللي اتكونت. يبقى ساعتها بدي معاه البريدنيزولون ليه؟ عشان عارف انت اللي هو يشد عضده كده ويساعده. خلاص في الفتره اللي انت مش شغال فيها ولسه بتجهز نفسك، انا هشتغل واقف للمناعه. فهمتوا ازاي؟ طيب
وببدا اقلله بالتدريج. ليه؟ لان اي كورتيزون، معلومه ليكم، اي كورتيزون باخده لمده اكتر من اسبوعين لازم اقلله بالتدريج، لان لو وقفته مره واحده حاجه اسمها اكيوت اديسونيان كرايسيس ممكن تموت لا قدر الله، نعرفها بالاندوكراين. والميزوتريكسيت ببدا بجرعه 15 مللي جرام في الاسبوع، هي بتتاخد اسبوعيا، وازودها ل 25 حسب استجابه العيان، واشوف الاستجابه بتاعته. الاستجابه بتاعته بتكون عن طريق حاجه اسمها ديزيز اكتيفيتي سكور 28. ليه ارقام؟ الارقام ديت بتبقى تحت 2.6 ده ريميشن، اللي هو انت يعني دخلت في اجازه من المرض، مفيش كيور طبعا. من 2.6 ل 5.1 في السكور بتاعها ديت بيقول لك ان انت هنا مودريت اكتيفيتي. اكتر من 5.1 انت هنا في سيفير اكتيفيتي وانت اكنك مش بتاخد علاج. طب الديزيز اكتيفيتي دوت سكور معتمد على ايه؟ معتمد انك بتعد المفاصل المتاثره وشويه حاجات كده، هتلاقوها على ميد كالكل اللي عايز انه يخش يتعرف عليه، ممكن ان شاء الله اذا اتاحت الفرصه نبقى نتكلم عليه في وقت كده اكسترا لوحده. المهم، لو انت بعد ما خلصت ال 12 اسبوع دول والميزوتريكسيت لقيت العين بتاعك الديز اكتيفيتي سكور بتاعه اقل من 2.6، كمل على ميزوتريكسيت فقط والدنيا تمام والجرعه زي ما هي وشكرا كده. ممكن بعد شويه تحاول تقللها كمان عشان ان انت قدر الامكان تمشي عين على اقل جرعه كويسه بالنسبه له، لان له مخاطر يعني. طيب لو لقيته فوق 2.6 يعني سواء بقى ميديوم سيفيريتي او هاي سيفيريتي، لا ساعتها هتبدا تضيف ادويه تانية زي السلفاسلازين والهيدروكسيكلوريكين اللي هو البلاكونيل يعني. طيب ماشي، وتمشيه شويه. لقيت العيان بتاعك حصل ريميشن، كمل على التريبل ثيرابي اللي هو سلفاسلازين وهيدروكلوريكين وميزوتريكسيت، ما انت البريدنيزولون كده كده انت موقفه خلاص بعد 12 اسبوع. طب لقيته من 2.6 ل 5.1 يعني مودريت، يبقى غير الديمارد اللي انت بتستخدمه، استخدم حاجه تانية، شوف حاجات تانية. خلي بالك هتلاقي الكتاب كاتب لك الجولد والسايكلوسبورين والازاثيوبرين، الحاجات دي ما عادتش بتستخدم لانها حاجات ليها يعني سايد افكت زي الزفت، بتاثر هيباتوتوكسيسيتي وبتاثر تعمل سكين راش شديده والحاجات ديت يعني. او ان انت تضيف لو دوز بريدنيزولون. طب لو كان بقى هاي سيفيريتي، لا ساعتها هتضيف بيولوجيكال فاكتور، اللي هو بقى الادويه اللي احنا هنقراها مع بعض ان شاء الله من الكتاب. بالنسبه للعلاج، ايه الاهداف بتاعه العلاج؟ ان انا امينمايز السيمتوم، اقلل الاعراض. ده من خلال مين؟ من خلال النون ستيرويدال والستيرويد زي البين والسوين. وامنع البون ديفورميتي، يبقى محتاج حاجه اتارجت بيها الباثولوجي زي الديمارد، واحافظ على الدي تو دي فانكشن، ان انا الانسان يبقى عارف يشتغل ومش فيه ديسابيليتي يعني متفرعه عن النقطه الثانيه. طبعا ممكن ان انا اعمل فيزيكال ثيرابي اللي هو علاج طبيعي برضو يبقى كويس. ممكن لو انا خايف مثلا من ديفورميتي ان مثلا دي تحدف ناحيه القلنه مثلا، لا اعمل لها كبيره كده في وضع يمنع الديفورميتي بتاعتها اللي هي السبلنت اللي هي الكبيره يعني. طيب اللاينز بتاعت الميديكال تريتمنت حاجات كلها قلناها يعني. عندك النون ستيرويدال والستيرويد بيريليف السيمتوم، العلاج طبعا مهم على فكره. الديزيز موديفاينج انتي روماتيك دراج اللي هو الديمارد هو البرايمري تريتمنت فور روماتويد ارثرايتس، ده الام سي كيو انيشيال على طول. بيحسن السيمتوم وبيقلل الجوينت دامج وبيحسن الاوفرول فانكشن، لانه بيتارجت الباثولوجي نفسه اللي هو الخلل المناعي يعني. لازم ايرلي اللي هو بيسموها as soon as possible، اساب اللي هو as soon as possible عشان لو شفتها في مكاني، بيحسن الاوت كام اوفرول. نون ستيرويدال دي انا بستخدمها ليه؟ عشان اقلل البين والسوينج فقط نوت ستوب الباثولوجيكال بروجريشن او الروماتويد ديزيز، ملوش علاقه بالمناعه. الاسترويد بستخدمها كبريدج ثيرابي، وشرحتها لكم البريدج ثيرابي بتاعت ال 12 اسبوع وتقلل الجرعات وكده لغايه ما الاميون سبريسيف دراج ستارت الاكشن بتاع الميثوتريكسيت. بيحتاج من 4 ل 6 اسابيع عشان يشتغل، دي ام اس كيو. والجرعه بتاعته انا شرحتها لكم خلاص، بتاعت انت بتبدا ب 15 مللي جرام في الاسبوع وبتزود لحد 25. سيف، لكن طبعا ممكن يعمل لك برضه بون مارو ديبريشن، ممكن يعمل لك انترستيشيال لونج ديزيز، ممكن يبقى توكسيسيتي وهكذا، لكنه مش غالي. دي برضو ميزه كبيره في الدواء ده الصراحه يعني، انه مش غالي. لكن للاسف على فكره احنا في مصر الحقن قليل لما بتتوفر، وفي الغالب بيبقى اللي متوفر هو الحبوب، وده سيء جدا لانه بيكون شديد على المعده. يعني المعده بتاعت عين الروماتويد مش ناقصه يعني، ربنا يشفيهم ويعافيهم. ويعني التركيز بتاعه برضه مش بيبقى احسن حاجه في الحقن. المهم دواء تاني اللي هو الليفلونمايد اللي هو الافارا، ده في مصر، لكن في السعوديه اسمه ارافا. تمام، ارافا. وفي اسم تجاري ليه تاني اللي هو الارث فري، عشان يعني تبقى انتوا برضو عارفين ايه الاسماء. ده بستخدمه امتى؟ لو البيشنت مثلا مش عارف يستخدم ميثوتريكسيت، حصل مشكله معاه او كده يعني. الجرعه مش مهمه، ده كلام مش مهم. السلفاسلازين دواء تاني وخلاص يعني. انتي مالاريا اللي هو البلاكونيل، واغلب الناس دي نوت بوك كده بس، يعني الكلام بقى متغير دلوقتي، ببدا ميزوتريكسيت بس واجرب، لكن اغلب الناس بيقول لك انه بيستجيبوا كويس جدا الميزوتريكسيت والبلاكونيل اللي هو الانتي مالاريال دراج. في بقى اللي هو الانتي سايتوكاين ثيرابي اللي هو العلاج البيولوجي،
تمام، ده اللي هو البايو اوريجينال. تمام. علاج جديد وهايلي افكتيف وزي الفل ويعمل كل حاجه، لكن امتى اللي مش كنترولد بالديمارد؟ ليه؟ لان هو غالي جدا 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 جدا. حلو. لو قررت تدي عيان علاج ديمارد ما ينفعش هو عنده انفكشن، ماشي؟ نفس الكلام الاستيرويد، بكررها تاني، ولو هو بياخدهم يوقفهم، تمام، في فتره الانفكشن. انتي تيومر نيكروز فاكتور الفا، شوف بقى لو انت ما كنتش عارف التيومر نيكروز فاكتور الفا ما كنتش هتبقى عارف ايه قيمه الانتي هنا، لا لان هو المايسترو بتاعك. فاكر حاجات تانية سيتوكاين، انترلوكين 1 انترلوكين 6 اهو يا عم، انتي انترلوكين 1 ريسبتور انتاجونست وانتي انترلوكين 6. لا عرفت تحفظ الانفليكسيماب يبقى كتر خيرك وخلاص. واخر حاجه العمليه ممكن انك تبدل المفصل ومفصل اتشوه والعيشه يعني استحالت او الالم كان شديد جدا. وبكده نكون وصلنا لاخر جزء في حصتنا النهارده. اخر حاجه قبل ما تمشي عايزك تاخد نوت بوك معاك كده. لو جات لك اي عيانه بتشتكي من سيمتريكال بولي ارثرايتس مأثرة على السمول بريفرال جوينتس بتاعتها لمدة أكتر من أو يساوي 6 أسابيع، وعندها مورنينج ستيفنس ساعة أو أكثر، ساعتها قول لها أنا شاكك إنك عندك روماتويد أرثرايتس حتى يثبت العكس. دي نقطة مهمة اوعى تنساها. بالتوفيق يا شباب، والقاكم على خير ان شاء الله في درس قادم من اروع ما يكون، وهو السيستميك لوبس اريثروماتوزس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.